أنا هايدي العبد، مستثمر ملاك في الشركات الناشئة ورواد الأعمال أو Angel Investor زي الناس ما عرفتني. عملت الشو ده علشان نسمع القصص الحقيقية ورا النجاح، القصص الحقيقية اللي ورا الناس اللي نجحت وسابت أثر. هنا هنعرف الإنسان الحقيقي اللي ورا أي بيزنس ناجح أو أي كيان ناجح في الحياة. ممكن تكون شركة ناجحة أو أسرة ناجحة أو حتى قصة مؤثرة عن اكتشاف الذات. أنا بدور على قصص ملهمة تلهمني وتلهم كل اللي يتابع The هايدي العبد شو. علي مختار معانا، ده انجل جامد جدا. فكان الاول التارجت ان احنا نلم حوالي $500,000. اتاند اب ان احنا لمينا $1.5 مليون. وقتها كمان موضوع انجل انفستر في مصر ما كانش حتى معروف زي دلوقتي لا خالص. ما كانش معروف. طيب. بعدين من وانا عندي 9 سنين بقيت في فريق نادي الجزيره، كنت بطل مصر تحت 12 14 16 18 على جميع المراحل السنيه. يعني انت بطل تنس وفاينانس ومراتك انجل انفستر وانتوا الاثنين بتستشيروا بعض. خلي بالك دي نعمه من عند ربنا ان مراتك تبقى بتشتغل في الفيلد بتاعك. And you're one of the best venture capitalists في تصنيف فوربس 2024. زياده راس مال بتحصل برقم وقتها كان 10 مليار، اكبر زياده راس مال في تاريخ البورصه المصريه وقتها. انا عايزه اقول بس شهاده حق يا بلتون محظوظه بداليا خورشيد. ده حقيقي سبحان الله. يعني هي الاول كانت داخله حاجه خطر، قلبت انها بقت احسن حاجه سبحان يمكن الله. حصلت. وده رزق. فاكر مامتك لما قلت لي ما بتخلينيش احوش خالص. ديبلوي ما تخافش، حط فلوس، استثمر. هو دايما يقال your network is your net worth. هيبقى عندنا ستوك ماركت للستارت ابس. نفسنا. انت اشطر مني. لا if there is a will there is a way. امي من وانا صغير بتقول لي الجمله دي. الحلقه دي مختلفه بالنسبه لي، مش بس عشان انا بقدر علي على المستوى الشخصي، لكن كمان لانه حد من نفس مجالي، حد بيتكلم نفس لغتي كمستثمره ملاك في الشركات الناشئه ورواد الاعمال. علي عنده موهبه انا شايفاها سوبر باور، بيعرف يختار الفكره الصح وعنده عين بتشوف النجاح قبل ما يحصل. رحلته مليانة تحديات، سنين طويلة في شركات ضخمة زي بلتون وEFG هرمس. في الحلقة دي مش هنركز على المستثمر بس، لكن هنكتشف شخصيته اللي محدش يعرفها، من كونه لاعب تنس في نادي الجزيرة لحد ما ترشح يكون عضو مجلس الإدارة. وهنعرف إحساسه لما صنفته فوربس ميدل إيست كواحد من أقوى مستثمري رأس المال المخاطر، ونجاحه مع شركات زي وياب سبورتس وأريكا وبوسطة وليتشي. وده اللي بيخلي الحلقة دي مهمة جداً لأي حد عايز يشوف كويس الإنسان اللي ورا المستثمر لأول مرة في The هايدي العبد شو. إنك تستثمر في شركة ناشئة أو في رائد أعمال وتخاطر بفلوسك ووقتك ومجهودك واسمك، أوقات كتير لو اسمك معروف، دي مخاطرة مش سهلة ومش أي حد يقدر عليها. والنهاردة ضيفي هو الحقيقة أنا وهو عندنا بينا حاجات مشتركة كتير، وده طبعاً يشرفني. هنتكلم النهاردة عن الاستثمار وعن الشركات الناشئة وحاجات كتير بقى لما تبقوا معانا تعرفوها. معانا النهاردة علي مختار، أشهر وألمع اسم في الستارت ابس ايكو سيستم. هايدي جدا على المقدمة بجد. لذيذة لا جدا. علي مختار بس عشان نبقى الناس عارفين، هو الرئيس التنفيذي والشريك الإداري لبلتون فينتشر كابيتال أو صندوق المخاطر بتاع شركة راس مال المخاطر في بلتون. مظبوط. لا ومش بس كده، انت لسه واخد، انت one of the best 5 أو 10 venture capitalists in the Middle East by Forbes. لسه واخدها. صح. مبروك يا علي، دايما من إنجاز لإنجاز. ربنا يخليك. الحقيقة أنا قلت إن إحنا بينا حاجات مشتركة كتير، بس ما قلتش إن في فرقين بيني وبينك اللي هم والمشترك هقوله برضه. بص المشترك هقوله إن، وده قلت يشرفني، ودي صعبة قوي إن أنا أقولها. أنت عارف إن very meticulous، مش أي حد دي يعني يبقى مقتنعة بيه ومنبهرة بيه. أول حاجة إن إحنا الاتنين انجل انفسترز. ده حقيقي. وده لقب الناس ما بتعرفوش كتير، يعني أنا يمكن تعانيت في الأول إن أنا أقول أنا انجل انفستر. وأول ما بدأت أعمل انجل انفستمنت حقيقي كنت بدور هم فين الانجلز، وساعتها محمد وحيد لو تفتكر هو عرفنا على بعض، هو قال لي لا علي مختار معانا، ده انجل جامد جدا. قلت له جامد جدا ماشي، طب اشوفه بقى قبله. فلما شفتك واتقابلنا الصدفه خلتنا نقعد فتره في قبل ميتنج معين. كنا انا وانت جايين بدري. صح. لا من اصلا الحمد لله بعرف الشاطر من اول لحظه، ودي نعمه من عند ربنا. انا لقطت ان انت يو ار جينيوس، وان انت مش سهل، وان انت لا مختلف. يو ار ريل انجل. فانا بقول بقى الحاجات المشتركه بيننا ايه، ان انا وانت قلبنا جامد،
بنستثمر، ممكن نبقى مؤمنين بالفكرة وبالرائد الأعمال ومش شايفين لسه رؤية واضحة، بس عندنا صح كده إيمان قوي. صح 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 ومش بس بنعمل كده أنا وإنت، لأ بنفرق في روح الشركة الشركة ده وبنعرف حقيقي نتعامل مع الانتربرينورز ده حقيقي ومش بنبقى أي involved جدا دي حاجة مش وهاندز سهلة اون ده حقيقي صح وهاندز اون. بس في فرق بقى، أنا عايزة أقول عشان أديك الكريدت بتاعك، ماشي. أنت أشطر مني. لا 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 تبقى أشطر مني، خلينا واضحين، أنت أشطر مني والوحيد في مصر اللي أشطر مني، على راسي خلي بالك. يعني لا بجد انت اشطر مني، وانت مش بس بقى انجل انفستور، انت كمان فينتشر كابيتالست. انا ام نوت ا فينتشر كابيتالست، ودي هنتكلم فيها. نبدا بقى يا علي كده. يلا بينا. طبعا انت سالتني قبل الحلقه انت اول حاجه هنتكلم انا في ايه. عاوز اشكرك الاول لا ليه؟ بجد اشكرك انك على الاستضافه اللذيذه دي والمقدمه لا انت تستاهل اكتر من الجميله كده دي. علي، انا معايا نجم في الاستثمار. لا مش قوي لا كده لا 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 ازاي، لا لا انا عايزه الناس تشوف مستثمر حقيقي، وحد حقيقي، وحد يعني الارقام تشهد له، والاكزس تشهد له، والفرق اللي بيحصل من ساعه ما بيدخل لحد ما بيطلع تشهد له برضه. ثانك يو فانا يعني لا انت متشرفه بيك النهارده. ثانك يو بس احنا هنبدا بقى حاجه انت مش متعود عليها، قولي لي الحياه الشخصيه وكده والنشأه يلا بينا يلا والحاجه. بينا انت دايما الناس بتكلمك في الحاجه في الشغل ارقام على طول صح صح والانفستمنت صح صح والفاينانشالز وكده. طيب عايزين نبدا كده نتكلم على علي، نتعرف عليك كده، بدايه يعني طفولتك، مراهقتك، شبابك، لحد ما سور وصلت بقيت علي مختار. واحنا بنتكلم كده لو يعني في محطات معينه في حياتك اثرت في شخصيتك، في تركيبتك كمستثمر، في تركيبتك كحد بتحب الفاينانس، تاخدنا كده هقول لك سنه سنه. خطوه خطوه. بصي انا الاول كنت في مدرسه الألسن، ومن اكتر حاجات فرقت في حياتي انا رياضي بلعب تنس من وانا عندي 5 سنين. انت بطل تنس، مش تنس كده هخش لك عادي. في كل التفاصيل. لا انت بطل. بعدين من وانا عندي 9 سنين بقيت في فريق نادي الجزيره، مهم. وابتديت اكمبيت انا بروفيشنال ليفل بقى. وقتها كنت بلعب بطولات محليه، يس. كنت بطل مصر تحت 12 14 16 18 على جميع المراحل السنيه، ومثلت بقى منتخب مصر في بطولات عربيه، بطولات افريقيه، كاس عالم. فطبعا ده بيفرق جدا في شخصيه البني ادم، لان فريق بقى تبقى لازم ملتزم جدا، لازم تبقى ما بين شغلك مش شغلك بقى، ما بين دراستك وتمرينك وحياتك، فلازم كل حاجه تبقى فيه ديسيبلين معين. ديسيبلين، برافو مظبوط. عليك، ديسيبلين. فده فرق جامد جدا جدا في حياتي. وطبعا بقى من غير اهلي كان مستحيل يحصل. يعني والدتي ووالدي يعني الاثنين. انا بيعجبني دايما علاقتك بباباك ومامتك، لا 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 يعني لما بنتكلم بحس بيها. والدتي على مستوى الدراسه كانت هي اللي على طول بتسابورت. على مستوى الرياضي ابويا مش ممكن يعني. حلو قوي، يعني your mom واخده الدراسه وباباك الرياضه، وانت والرياضه تو ان اكستريم. يعني بابايا دكتور كان بيأجل مواعيده وحاله وكل حاجه عشان ماتشاتي وتماريني وكده. يعني كوميتمنت انت مش متخيلاها يعني. بس ده فرق معايا جامد قوي. بعدين درست بقى ايكونومكس الجامعه، وابتديت امرن بعد لما خلصت ايكونومكس. الاول ديجري الباتشلر كان جامعه ايه؟ MSA. وبعدين اتخرجت اي جوين بالتون من وانت زمان لسه فريش خالص. جراديويت، لسه متخرج. وكنت بقى في كوربريت فاينانس في اداره تانية خالص. اوكي. وفي نفس الوقت كنت ابتديت امرن في التنس. كنت يعني كنت عملت بقى في ترانزيشن من كنت بتشتغل وبتمرن؟ مو بمرن. ابتديت امرن من وانا في الجامعه. برافو. كنتش بضيع وقت؟ ها؟ لا خالص. كنت بمرن فريق نادي، ما كنتش بمرن يعني كنت بمرن أيوة انا بروفيشنال ليفل. انت مشهور في نادي الجزيره. لا اسم يعني بقى في علم. انتخابات جايه. ربنا ايوه الحلقه دي مش اعتقد مش هتلحق الانتخابات. لا مش هتلحق بس انت مكسب نادي الجزيره في كل الاحوال. لا انت معروف، انت علم من اعلام الاعلام هناك. بس فقعدت بقى مرن لمده 10 سنين جنب الشغل. وبعدين 10 سنين بتمرن جنب الشغل. في النص سافرت عملت الماسترز بتاعتي في بلجيكا، كانت في فاينانس وانفستمنت في انتورب مانجمنت سكول، وكان فيها زي ديول ديجري انك تروح نيويورك تعمل فوردم تعمل ديول ديجري بتاعتك هناك. فعملت ده في ماسترز في فاينانس وانفستمنت. بعدين رجعت 2014 على اسست مانجمنت. كان شيفت بقى من انا كنت في كوربريت فاينانس اللي هو بقى انت مسؤول عن ارقام الشركه والمانجمنت اكونتس بتاعت الشركه، سواء بقى انكم ستيتمنت، بالانس شيت، وكاش فلو والحاجات دي، وبادجيتنج وريبورتنج، ان انت رحت اداره الاصول اللي هي اسست مانجمنت، انك تبتدي تدير فلوس صناديق استثمار ومحافظ في البورصه. فكانت دي نقله نوعيه ليا، وكانت ونقله فرقت قوي في كاريري كمان. وكنا بنعملها في مصر وفي الشرق الاوسط، يعني من ريجن الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
قعدت في asset management بقى لحد 2019 جوه بالتون. اوكي. ووقتها اترقيت ان انا كنت حاجه اسمها head of equities، فكنت مهم. مسؤول عن الاداره بتاعت asset management بس في ناحيه الاسهم. مهم. كنا وقتها بندير حوالي 15 مليار جنيه مصري. اوكي. بعدين ارقام بالنسبه لسنك كانت وقتها اكيد كبيره قوي. طبعا. بس كان عندي سبورت رهيب، يعني كان عندي مديرتي وقتها كان اسمها داليا شفيق. مهم. بس قبل ارجع بس خطوتين ورا، انا مديري اول مدير ليا كان اسمه عمرو مسعد، الله يرحمه، هو توفى. الله يرحمه. هو كان السي اف او بتاع بالتون. مهم. ده علمني كل حاجه حقيقي، يعني من وانا فريش جراد لحد ما سافرت الماسترز بتاع كل حاجه. وهو كان السبب، هو اللي اختار معايا الجامعه، انهي جامعه سافرها والبروجرام كل حاجه. مهم. مهم. فده فضله عليا غير طبيعي، يعني ده علمني كل حاجه بجد. وبعدين كان في بقى داليا ايوه. داليا داليا شفيق. شفيق. كانت هي هيد اوف است مانجمنت وقتها، اوكي. وهي اللي ادتني بقى الفرصه، هي اللي رقتني وادتني الفرصه ان انا ابقى هيد اوف اكويتيز. مهم. وكانت مدياني فول سبورت، يعني انا في ظهرك وما تخافش وكده. بعدين مع الوقت بقت مدياني كمان بقى فريدم اكتر، ان انا بقى بدير فعلا المحافظ والصناديق دي مهم. لحد بقى 2020. بعدين مهم. رحت اي اف جي. كان تغيير. مدة اعتقد ايه بيجي 3 4 سنين مثلا لا لا، سنه ولا واحده. سنه واحده؟ سنه واحده بالظبط. اوكي. وبرده كانت في اداره الاصول، كانت في است مانجمنت. اوكي. فكان نفس السكوب. مهم. بس كانك كنت بتجرب. كان بقالي وقتها في بالتون اكتر من 10 سنين، مهم. فقلت يمكن وقتها وقت كويس ان اجرب حاجه مختلفه. بس ما كانتش مختلفه كجوب ديسكريبشن، يعني نفس مهم. الشغلانه بس اروح مؤسسه تانية. قعدت سنه. بس انا كان جالي وقت ما انا ابتديت ازهق من است مانجمنت، مهم. لانك في الاول وفي الاخر بقالك 10 سنين تعمل نفس الشغلانه، نفس الشركات. هي شغلانه دايناميك جدا، يعني ما طبعا. تفهمنيش غلط، هي دايناميك جدا، وكل شويه السوق بيتغير والداينامكس وفيها lot بتتغير of experience برضو جدا، اكيد. وماركت داينامكس صح. بتختلف سواء بقى على الماكرو ليفل او على مستوى الشركات. فيري دايناميك. بس كنت عاوز اعمل حاجه جديده. مهم. وبعدين الحاجه الجديده دي جت صدفه بحته، ان كان في شركه اسمها طلبيه. كانوا هم 3 فاوندرز، انا ما اعرفهمش كنت وقتها. علي احنا كده جريت، لسه كنت هقول لك امتى بدات تبقى انجل انفستر. هقول لك، هي ابتدت هنا بقى. وبقول لك ابتدت كنت صدفه لسه هقول رهيبه. لك طب انت ماشي كده، دي طلبيه هي اول انفستمنت ليك اول صح؟ انفستمنت، واول مره كمان ادخل معايا ماي نتورك انفستور، يعني كانت تبقى حاجه انا على المستوى الشخصي بعملها. بس وكمان وقتها اولموست كان عندك كام سنه؟ يعني امتى لقيت نفسك انا خلاص عايزه ابقى انجل؟ بتهيألي 30. لا you were very young. 30 31 سنه. واعتقد وقتها كمان موضوع انجل انفستر في مصر ما كانش ما حتى معروف كانش زي دلوقتي لا ما كانش خالص معروف. خالص. بس كان ابتدى يبقى فيه الهايب ده كان سنه بتاعت كام تقريبا؟ 2020 وقت 2020 الكورونا. ده في الكورونا. فكان وقتها ابتدى يبقى فيه زي شركات نشأ كتير ابتدت تطلع في الوقت ده بالذات. كان في كمان شويه اسامي ابتدت تطلع اتعرفت، زي خزنه، تريلا، ده مكسب، حقيقه كانوا باي بيطلعوا اون موب. تي في ساعات. بالظبط. فكان في يعني حتى الاشخاص بقى عندها بقى بتسمع الشركات دي، وبيسمعوا في فاندنج راوندز بتحصل بارقام كبيره وكده، فالناس بقت اكسايتد اكتر. فجت بقى طلبيه، قابلت ال3 فاوندرز. قابلت اكشلي كريم ناصف، ده كان الفاوندر. وبالصدفه، لانه كنت مع 2 صحابي المفروض بيساعدوا الشركه، فسالوني تعرف تساعد؟ فقلت والله انا عمري ما عملت ده حقيقي، كان اول مره اعمله. قلت له عمري ما عملت ده، بس اقعد واسمع، يعني مش هخسر حاجه يعني. المهم قعدت انا فاكر اول مره بس وانا حطيت قاعد. فلوس؟ ولا هي القصه تطورت جدا، مش يعني انا احكي لك لا يعني انت التفاصيل تحط دلوقتي. فلوس وكنت سيفنج يور سيفنجز اللي انت لا احكي لك بالظبط التطور. القصه ان انا لما قابلته الشركه كانت اوبريشنلي او يعني شغاله كويس، ولكن كانوا محتاجين فلوس فيري سون. يعني كان مثلا زي ما بيقولوا الران واي بتاع الشركه اقل من شهر. ايه ده انت داخل في عارف هو الجراح اللي داخل حياه او موت. لا حياه او موت. اه وقعدت معاه سمعت، كنا قبل رمضان. يعني اول استثمار ليك داخل في شركه اللي هو يعني خلاص لا قربت. وهحكي لك كمان تفاصيل. ده كان انا فاكر ده كان قبل رمضان. وقلت له طب خلاص انا هساعدك ونشوف يعني ربنا يسهل ممكن نعمل ايه. فالمهم بقينا كل يوم قبل الفطار ننزل نتقابل في الزمالك، اجيب له ناس من ماي نتورك انفسترز ممكن يحطوا فلوس، يقعدوا يشرح ونتكلم وما ارجعلوش بفيدباك. اسمع وهو يسمع، هو يروح بيته انا اروح بيتي، كل واحد يفطر. بس انا عمال اساس الناس كلها يعني في زي بوزيتيف سنتمنت. احنا عجبنا، احنا نحط فلوس، احنا عجبنا. فكان الاول التارجت ان احنا نلم حوالي $500,000. اتاند اب ان احنا لمينا $1.5 مليون، $1.5 مليون. ما شاء الله. وربنا كرم جامد جدا جدا برافو وقتها. عليك.
وتوكلنا على الله. هو قال لي انا مش عاوزك بقى مرحله كده لحظيه، بالعكس انا عاوزك بارتنر معايا في الشركه. فقلت له يعني انت بدأت تساعده قبل ما تحط فلوس ابتدي ولا كنت اساعده. حطيت؟ لا كنتش لسه، ابتديت اساعده. ساعدته الاول وبعد ما كده خلي بالك، أصل انت هتحط فلوس لوحدك مش يعني انت محتاج انت تميك عارف انك شور محتاج الشركه كتير. انا محتاج ف كتير. فما كنتش لسه حطيت اي حاجه، كنا لسه بنتكلم. وبعدين هو غير الفلوس كمان هو قال لي لا انا عاوزك بارتنر ويبقى عندك حصه في الشركه من الشركه، يعني ان كاين شيرز، يعني انت سو فاوندر تبقى ذكي. لا وشاطر جدا اكيد ومجتهد جدا. شاطر. وهم الثلاثه كمان مم. الصراحه، هم ثلاثه كو مم. فاوندرز. بس وابتدينا بقى القصه، ما بقتش اللي هي حاجه لحظيه ولمينا الفلوس والقصه انتهت، ده بالعكس دي كانت البدايه. فبقيت انفولد جدا جوه الشركه دي، فسبت وقتها EFG. في مرحلة كنت فيها مش في investment banking لا وبس لا في لا لا، investor. رحت سبت بقى EFG وعملت كارير شيفت تماما. سبت اسيت مانجمنت، شغلانه فيري ديماندنج، ورحت حاجه اسمها في بروكرج استراتيجي. ان انت اوكي. تبقى انت اوريدي بقى بتستثمر بقالك فوق ال10 سنين، مهم. فان انت تبقى بتدي ادفايس لمديرين الاستثمار اللي هم كانوا زي بقى، اللي هم الاسيت مانجرز، مهم. تقول لهم زي تريدنج ايدياز. فكانت مهم. شغلانه اقل، مش از ديماندنج از اسيت مانجمنت، وكانت وركينج اورز فلكسبل. بس طلبيه ما كانتش وقتها تستحمل ان انا باخد مرتب من الشركه، لان هو يا دوب احنا لسه زي ما بقول لك بقى لا لا في لا عمليه خالص. لا لا جراحيه، لا ويا ما دوب كانش بنحاول ينفع. نتحرك. بس ويديبلويد الفلوس، وكانت معظمهم يعني مراتي واحده من اللي حطت فلوس في الشركه، على فكرة هو على اصحابي فكرة مرات علي برضو بسانت هي انجل انفستور، يعني هنجي جدا. لها بعد لا لا كده. لا فانتوا كابل وقلبها انجل، جامد انتوا جدا. كابل انجل ده انفستورز، حقيقي، ودي حاجة انا معجبة بيها قوي ده الصراحة. حقيقي. وباخد رأيها على فكره في معظم دي الانفستمنتس يعني. حقيقة وانا بحترم فيك ده كمان قوي. ويعني عندها دايما وجهة نظر كده مختلفة في الشركات. فمشينا بقى في القصة دي. بعدين سبحان الله 12 شهر والشركة دي جت فولي اكوايرد من امانتي حالا. كان في خلال قد ايه؟ 12 شهر ودي يمكن حاجة اول. فتحت نفسك اكيد. لا دي كانت نقطة تحول، لانه اه بعديها بقى ابتدى يجي لك وذر شركات او VCs بيقولوا لك ما تيجي تشتغل معانا، طب ما تيجي تبقى بارتنر معانا في دي عملت لك اسم على طول في الايكو سيستم اه تهيألي. وكايند اوف تراست من الناس اللي حطت معاك اه فلوس، ان طبعا. هم امنوا بالحاجه، انت جبت حاجه فروم سكراتش امنوا بيها، والحمد لله it was a successful story يعني. سبحان الله، يعني هي الاول كانت داخله حاجه خطر، قلبت انها بقت احسن حاجه سبحان يمكن الله. حصلت وده لك. رزق، ده رزق من عند اه ربنا طبعا يعني رزق بيور. ده توفيق غير طبيعي من عند ربنا. بس بعدين بقى حصل انه بلتون جوت اكوارد، او شركه الاماراتي كايميرا، او اللي هي دلوقتي احنا اون باي شركه اسمها 2.0، استحوذت على بلتون. مهم. مهم. وحصل شيفت وتغيير في المانجمنت تماما. مهم. مع يعني بقى حفظ الالقاب، يعني بقت داليا خورشيد CEO انت اسم داليا هو اسم الحظ. معايا. اسم اسم الحظ الحظ معاك في حاجه. داليا خورشيد حبيبتي طبعا. برضه CEO وبرضه فضلها عليا رائعه. يعني يعني هي من الطراز الفريد. لا لا هي، فضلها عليا كبير جدا 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 لا هي جدا هي جدا مثل جدا. لكل ست بصراحه، مثل ده شيز رول حقيقي، موديل. ده لا حقيقي. انا بحبها على المستوى الشخصي عامه يعني. وعلى المستوى العملي انا ما شفتش حد والعملي بروفيشنال عبقريه. لا ومجتهد لا شاطره. بالطريقه دي شاطره في قوي حياتي يعني. الصراحه. بس فهم لما عملوا الاكوزيشن بقى في زياده راس مال بتحصل برقم وقتها كان 10 مليار، اكبر زياده راس مال في تاريخ البورصه المصريه وقتها. ايوه صح، فده كان قريب ما كانش من بعيد. واتعملنا 2 ورا بعض، يعني كان في اه. واحد في 23 وكان في إمم. واحد السنه دي. وعملوا بقى اداره الفنشر كابيتال، فجات لي الفرصه ان انا اليد واخد الاداره دي. وبقى كنت محظوظ جدا بالسبورت اللي اخدته من داليا، اجري وما داليا تخافش. believes in you so much. خلي بالك أنا يعني باقعد معاها واتكلم معاها، هي لأ هي she هي believes in you، سبورت هي مؤمنة بيك جدًا. سبورت رهيب بصراحه. ومن day هي one support رهيب فعلًا. ما تخافش وانا في ظهرك، ومش مشكله انك تغلط، المهم انك تبقى بتعمل اللي عليك يعني يعني. أنا عايزة أقول بس شهادة حق، فول هي سبورت. بلتون محظوظة بداليا خورشيد. ده حقيقي، ده حقيقي، بأمانة يعني بلتون محظوظة بداليا خورشيد. ده حقيقي. وأنت محظوظ، أنت يعني من المقربين، لأن أنت عملت VC، ما كانش في VC قبل كده. لا ما كانش فيه، بلتون ما كانش عندها VC. ما كانش فيه لا. فلما عملت هي VC كنت أنت اللي و... كنت nominated، أنت اللي تمسك والحمد الVC. لله كمان عاوز اقول لك بقى، كان وقتها الناس وقت لما احنا ابتدينا في 23 كان الظروف الاقتصاديه ما كانتش احسن ظروف في مصر وقتها. كان وقت خالص. تعويم، وكانت خالص. الفورين انفسترز المستثمرين الاجانب خايفين يحطوا فلوس في وكان مصر. في قصة كمان في الستارت ابس لو تفتكرها، في ستارت اب كده حصل اللي هي مشي وسافر وعمل قصة. يعني ريجاردز بقى التفاصيل، بس قصدي كان في، وكان الناس تتخوف. كان فكانت الناس بقت تخاف بالظبط. بس هي فرصه لينا، لانه كنت انت من الناس القليله اللي بتنفست وقتها، فكان صح بيبقى عندك opportunities كتير جدا قدامك، وشركات كتير جدا صح. كويسه جدا محتاجه الفرصه دي. فكان بالنسبه لنا
في ناس كانت ممكن تخاف انها تاخد القرار ده، احنا كنا العكس بالعكس على تماما. فكرة الفرص بتيجي في بالظبط الأزمات. بالظبط خد صح. وكنا بقى بقول لك فول سبورت يعني. بس ومن ساعتها بقى يعني انت وابتدينا ما شاء الله، وانطلقنا يعني انت دلوقتي البورتفوليو بتاع بلتون في سي almost $50 مليون. الحمد لله بندير حوالي $50 مليون لينا وللغير. and you're one of the best الحمد لله venture capitalists في تصنيف فوربس الحمد لله 2024. ان الحمد شاء الله لله كل سنة ان شاء الله بإذن باذن الله الله. تبقى على طول من أول 5 بإذن الله بس إن شاء الله. وابتدينا بقى من ساعتها عملنا حوالي 21 استثمار مهم. ما بين مصر والمغرب الامارات انت طلعت السعوديه كمان بره مصر والعراق. أنا عارفة. والحمد لله في سنتين برضه عملنا 3 اكزيتس، فده رقم حلو قوي على فكرة. رقم أنا هايل. عارفة، أنا دايما أنا عارفة التايم سبان أصلا للانجل انفستمنت it's like from 5 to 7 years. مظبوط. هي 7 الافريج. ممكن وساعات 5 وممكن يبقى كمان إنجاز. ممكن تطلع ل10 كمان ساعات ما أنا الحاجات كنت لسه هقول بالظبط بتطلع ل10. أنا بشوفها من 5 ل10. بالظبط. فعشان كده دايما بقول لك from 5 to 7 يعني ده فال7 ده الميديان بتاعها. بالظبط. طب كمل وبعدين. بس أنا مش عايزة أقطعك. لا قولي لي لو عجباني عندك اي القصة. لا اسئله. عجباني أصل أنت قصتك انترستنج صراحة في الشغل. وكشخص أكيد يعني برضو مختلف. يعني أنت بطل تنس وفاينانس ومراتك انجل انفستر وانتوا الاثنين بتستشيروا بعض. خلي بالك ده دي نعمه من عند ربنا ان مراتك تبقى بتشتغل في الفيلد بتاعك، لانك ساعات كتير تقعدش جدا بقى تلومك على الفلوس بقى. ايه لا ده حط الفلوس. وهقول لك حاجه، انت ساعات كمان بتبقى راجع متضايق جدا من حاجه في الشغل، بس لو مراتك هي مش فاهمة. في الفيلد مهما هتحاول تساعد بس هي مش فاهمه قوي انت عاوز تقول لها ايه، عشان هي بتشتغل نفس الشغل يعني. ده حقيقة. تشتغل لا وهي شاطرة قوي كمان في نفس الفيلد، فتقدر تفهم قوي كل المشاكل وكل بتاع، وهي سبورت غير طبيعي. يعني تحياتي البسنت الحقيقة. لا هي انجل هي انفستر وشاطرة انا كمان. محظوظ بيها برضه يعني. ايوه لا انت الله اكبر. انت لا احنا جايين هنا انا خايفه عليك يا علي يعني. لا يعني بس انا اي دونت بليف، يعني اي بليف ان الله خير حافظ الحمد وارحم لله. الراحمين دايما يعني. ندخل بقى على، فاحنا لو قلنا لو جينا لخصنا طفولتك و تينيج ييرز وبعد كده الشباب، احنا بنقول ان اكتر حاجه اتعلمتها هي الديسيبلين. هو ده اللي فرق معاك ومينلي من الرياضه تفرق جامد جدا جدا جدا. وفي جدا. حاجه انت كنت قلتها لي انترستنج لذيذه، انت مامتك كانت بتشجعك على الاستثمار اكتر على طول دايما. على طول مش باباك. من واحنا صغير. باباك عادي نيوترال. بابايا برو رياضه جدا برو جدا رياضة. الرياضه بالنسبه له بس حياه. فاكر مامتك لما قلت لي ما بتخلينيش احوش خالص. على طول ديبلوي ما آه. تخافش، حط فلوس، استثمر على طول، فكر ازاي. انا برضو من معجبين مامتك مش بس مراتك. لا يعني لا من معجبين مامتك ومراتك. الاثنين قلبهم جامد في القصه. الاثنين قلبهم جامد. ومن اكتر الناس برضو وقت الشفت لما اخدت الاوبورتيونيتي ان ابقى اليد الفي سي في بالتون، من اكتر الناس اللي حفزتني ما تقلقش وانت قدها خبره رهيبه. وبعدين انا عشان كمان يعني احنا بنتعامل على طول مع بعض، انا شايفه الفرق اللي بتعمله في كل شركه بتدخلها الصراحه. الحمد لله احنا انت هاندز اون. انت مش فينشر كابيتالست عادي ولا انجل انفستر عادي. انت هاندز اون. انت على طول معاهم. نساعدهم. خلي بالك تحاول انت هي جوازه يعني. انت النهارده بدل ما انفستد مع حد وخدت القرار ده جوازه بجد. وعلى فكره مش كل الانفستمنتس هتبقى صح، وفي حاجات للاسف هتاخد قرارات مش انا خدت منكم كلمه في الايكو سيستم تخيش. بقيت اقولها اللي هو اي حاجه كلمه خيش هنا خيش فين. كنتش بقولها على فكره الكلمه دي بوظتوا لي لغتي. بس في حاجات بتخيش ده حقيقي. بس كلمه تخيش دي ما كنتش بقولها بس اتعلمتها في الايكو سيستم. لا بتتقال بعدين ما اللي بقول ايه تخيش ده انا بقيت اقول تخيش. لا بنقولها كتير ده حقيقي. بس في نفس الوقت انت بتحاول تساعدهم از ماتش. وبقى خلي بالك برضه انت عارف هي نسبه كام يا علي اصلا الانجل انفستمنت؟ لو انجل يعني انفستر 1 من 9. 1 من 9 2 من 10 لو عدى كده يبقى يعني هي 11%. لو عمل اعلى من كده نسبه نجاح من حد يبقى ده يبقى عبقري. ده حقيقي. بس مش اي حد يقدر عليها الصراحه. لا خالص. وخلي بالك اسيت مانجمنت بقى، عشان كنت في اسيت مانجمنت ده فرق معايا جدا، لانك انت واكشلي والرياضه، لانك انت كمان بتلعب لعبه فرديه فطول عمرك متعود على بريشر. فده فرق معايا جدا جدا. انت على طول بتلعب اندر بريشر، كنت بتكمبيت اون فيري هاي ليفل. لما رحت اداره الاصول هي اسيت مانجمنت، انت بتدير محافظ صناديق بمليارات، بتاخد قرارات باماونتس كبيره، تشتري ايه وتبيع ايه، ومش كل القرارات برضو بتبقى صح. فبرضو من وانا صغير كنت متعود على بريشر او لازم اخد القرار الفلاني او القرار الفلاني ده صح او غلط. فكونت عندي ان انت قادر تكوب مع البريشر اللي بيبقى عليك. ده حتى انك تكريت لعبه وانت بتلعب تنس كانت برضو انك تبقى ديسايسيف وبتاخد ريسك. ممكن تيجي كده وممكن ما تجيش كده. فلا يعني انا شايفه ان الرياضه كان ليها دور كبير. الرياضه وباباك ومامتك الحقيقه طبعا يعني في وعاوز اقول لك حاجه، واخويا لانه انت عندك برضو اخ انت فيري كلوزلي جدا بس جدا هو الاكبر جدا. صح؟ هو الاكبر وبيحتويني دايما يعني في اي فرستريشن او في اي حاجه هو اكتر واحد بيحتويني يعني. ربنا يخليكم لبعض. حلو لما يبقى الاخوات كلوز. لا الحمد لله نعمه برضه. بس هو مش في المجال، هو اعتقد دكتور. زي والدي بالظبط، زي باباك. انا هربت بقى من قصه الطب دي
يعني بابايا كان عاوزني اطلع بس انا دكتور. بابايا دكتور زيك، انا بيني وبينك حاجات مشتركه كتير. ما انا بس بس انا هربت بقى، قلت له انا التنس وعاوز امرن تنس بعدين يعني كويس ان اخوك خد نفس الطريق يعني. اه بس اهو ده اللي بقوله، يعني مثلا انت هو باباك مش رجل اعمال، لا وانت متميز في المجال بتاعك في الاستثمار وفي الشركات الناشئه بصراحه. لا برافو الحمد عليك لله. صراحه. ثانك يعني انا على فكره بتعلم منك، خلي بالك. يو. ما بقولهاش بسهوله دي، ما بتطلعش لاي حد. ما بتطلعش لاي حد. طب اخبارك ايه مع السوشيال ميديا يا علي؟ ده ضعيف جدا، انت عارف، يعني ما فكرتش في حته السوشيال ميديا والبيرسونال براندنج؟ ضعيف جدا. I don't انت you انا don't need it that هقول لك اللي much. ضحك، انا ما عنديش فيسبوك اصلا، انا برضو ما عمري ما كان عنديش عندي فيسبوك. فيسبوك. بس انستجرام از انستجرام فيري شخصي برايفت قصدك. برايفت وليميتد طب يعني افتحه. لاصحابي. يعني يعني لما يحط لك اخبار مثلا فوربس لا دي عاوز اقول لك، انت لو فتحتيه مش هتلاقيني ببوست كتير، هي اخري ممكن اكون بريبوست حاجه زي دي، يعني مثلا خبر اوف ان اكزيت، حاجه زي قصه فوربس، انا فاندنج شايفه راوند هيبقى عملناها، انترستنج. بس مش لا ام نوت اكتف يعني لا. بس انت عندك حاجات ريتش، انت your life is rich للانتربرينورز للانجل انفسترز ان هم انا يدخلوا عاوز اقول لك يبقوا متابعينك. في الاول حتى البودكاست وكده ما كنتش برو، بس يعني دي بتهيألي دي بس مهمه يا علي. تالت حد اطلع معاه، طلعت 2 قبل كده. بجد اه, والله ثانك يو يا آه. علي. وانا كمان جديده، يعني انت جاي معايا وانا اساسا لسه اللي لا هو لا بسم الله ما هو الرحمن زي ما انت بتقولي الرحيم. بقى، احنا بننفست مع بعض وكده، ايوه احنا شركاء اصلا. احنا فبالظبط شركاء مع بعض في كذا حاجه. بالظبط. في حته وقعناها في النص، ان احنا اوريدي عاملين اكتر من انفستمنت مع بعض، ده حقيقي على المستوى انا وانت الشخصي. شركاء على المستوى الشخصي وعلى مستوى بالتون لا وانت يعني برضه. صراحة لا بفتخر يعني، لا شريك مش أي شريك يعني ربنا صراحة. يخليك. يعني لا لا محمد وانت كمان. وحيد عمل فيا خير إن هو عرفني عليك صراحة. فطيب يعني السوشيال ميديا بالنسبة ومش ناوي تفتح لا وتبقى. يعني بالنسبه لي دوشه قوي ما. يعني أنت بصراحة عندك حق. أنا قريب قوي تقريبا هقفلها. طيب احكي لي كده عن نادي الجزيرة وأيام التنس. وانت كان ليك مقولة كده بتقولها في نادي الجزيرة ان انت نادي الجزيرة اداك كتير، ده حقيقي. وان انت اتس تايم انك ترجع بقى وتدي نادي الجزيرة. ده حقيقي يعني، انت خلي بالك انت، انا لو حكيت لك من وانا طفل تخلص مدرسه بتروح تقعد بتعيش في النادي. بتعيش في النادي في الصيف اه. من اول 9 الصبح وانت في ملعب التنس لحد بالليل خالص، مهم. بغداك بحالك بكل حاجه، حتى دراستك لما تعمل كنت هوم ترجع ورك هناك. وانت هناك. اه. لما كبرت وابتديت حتى تمرن، بقيت بروح الصبح بدري اتمرن شخصيا، وبعدين اروح المكتب، بعدين ارجع الساعه 5:30 6 امرن لحد الساعه 10. فانت حياتك كلها حقيقي نادي جوه النادي، الجزيرة ده جوه حقيقة. النادي جوه النادي. فتربيت فيه، فبالنسبه لك يعني ذكرياتك كلها لحد. انا قعدت في تنس اكتر من حاجه 20 سنه، يعني من وانا عندي 9 سنين لحد واو. 32 33 سنه. معظم عمرك. فعشان كده بقول لك اقل حاجه الواحد يرد الجميل للنادي يعني. لا وانت باذن الله نادي الجزيره يبقى محظوظ باذن الله لما انت يعني تدخل مجلس الاداره في الانتخابات ان والله شاء عايز اقول الله. لك هي جت او ما جاتش، يعني هو في الاخر الواحد عايز يساعد النادي يعني انت ريجاردلس. بتحب النادي فعلا. جدا جدا جدا، ومعموله جانوينلي جدا ان انت نفسك تحسن حاجات جوه النادي، يعني النادي يستحق اكتر من كده يعني. لا ربنا يكرمك ان شاء الله، يعني ربنا يكرمك بيها اذا فيها خير ليك ان يا شاء رب ان الله شاء باذن الله ان الله. شاء الله. في سبب معين خلاك ترشح نفسك دلوقتي في نادي الجزيره، ولا جاست عشان انت you want to give back للنادي؟ دي اول حاجه، ده اه. السبب الاولاني، بس هي جت صدفه، يعني هي غير مرتبه بالمره. مهم. واللي حمسني كانت القايمه ما اعرفش لو شفتي القايمه ولا لا، كلنا شباب، كلكم معظمنا نعرف بعض. وهي جت ان انا اعرف عمر هجرس، اعرف محمد ابو سمره، اعرف محمد محسن. فهي جت هو ان عمر هاجرز ده بتاع تريلا؟ تريلا. اه بجد. ايوه. اوكي. واتشرفت بقى، انا عرفت ناس تانية يعني، سواء مهم. عليا كاتب، جاسي الديب، احمد سامي، ابراهيم زاهر نفسه، علي شعبان اعرفه من زمان، مهم. عمر عز. فقصدي القايمه نفسها هي كانت السبب ان انا بقول والله ليه ما اجربش يعني. لا ربنا يوفقكم ان شاء الله يا باذن رب ان الله، شاء نادي الله. الجزيره يبقى محظوظ ان بيكم. شاء الله. طب علي كده لو تفكر، دايما انا بقول ان في حياه كل انسان لحظه او لحظات عمر ما الحياه بتبقى بعدها زي قبلها. اوكي. ده حقيقي. فكان يو شير معانا او تشاركنا كده لحظه، ان شاء الله لحظه واحده حتى، وممكن اكتر من لحظه. لا في اكتر من لحظه وكلهم ريليتد لحاجات مختلفه، يعني مهم. مثلا لو بتكلم عن التنس، اول بطوله جمهوريه كسبتها كانت بالنسبه لي حاجه غير طبيعيه بعدها وانسنتيف بقت رهيب. حياتك غير وعاوز اقول لك قبلها. وكنت صغير، انا اول بطوله كسبتها كان عندي 10 سنين، مهم. فانت بتحس ان انت 10 سنين وبتاخد كاس وكده، ده بتتكرم وكده، ده انا ام احساس ذا تاني شامبيون، انا بطل. احساس تاني احساس جدا. حلو.
هتبقى حظك حلو قوي بقى لو اهلك مش بيدلعوك عشان كسبت بطوله، هو بيزقك اكتر عشان تكمل. لا اللي هو ما فيش دلع مكمل. لا انت تكمل، واحنا تتحافظ. ابتدينا اول الطريق يعني. فدي طبعا حاجه. كاريرك بقى في مايلستونز معانا طول ما انت ماشي، لما بتوصل لها كانت بتفرق جدا في حياتك. انا شايفه يعني برضو ممكن نضيف للحظه اول بطوله تنس، اضيف لحظه طلبيه اكزيت. فور شور. اه دي كانت السبب في كارير شيفت في حياتك وفي اللي انت فيه طبعا. النهارده. وحتى في بالتون، حتى من يعني انا هقول لك حاجه، لو عايز احيي لحظه فارقه، انه انا كان ما بيني وما بين عمرو الله يرحمه كان في اسينيور فوقينا، وهو اكشلي عيني، كان ليه فضل عليه ان هو عيني، ومشي بعد 3 شهور او 4 شهور بقيت انت على طول منه دايركت. وما بقتش عارف بقى انا آه. هكمل ولا مش هكمل. هحكي لك قصه تضحك يعني. كنا في وقت الثوره في 2011، فالناس بتعمل كوست كاتنج وانا شغال بقى في الفاينانس، في الفاينانس ديبارتمنت، فبنشوف ازاي هنوفر وهنعمل. فجينا على شهر 6 2011، فلقيت عمرو بيكلمني فيرم كده في التليفون: عادي معلش ممكن تنزل لي؟ قلت انا هيمشوني ولا انا لسه فلاش دي جراد اول صغير. حاجه جت في بالك. يعني كان بقالي داخل على سنه بس، انا شايف ان احنا بقى عمالين بنوفر كوست وكده عشان الثوره. وكانت ظروف صعبه على البلد كلها يعني. فنزلت لعمرو: ايه الاخبار؟ قال لي دخل بالظبط اتكلم معايا بنفس الطريقه دي: انت عارف احنا في ظروف كشركه يعني، في ظروف مش سهله، فبنعمل كوست كاتنج وكده. فانا قلت المقدمه دي اكيد. وبعدين هو مش هيوفر مني توفيري، هيمشيني اصل هيوفر وقتها. بس عاملين اكسبشنز لناس هو بس هو قال لك يعني. الكلام ده الاول وجع لك بطنك. بالظبط. وبعد كده بس الناس اللي they over achieved عاوزين نرقيهم وعاوزين نكبرهم وكده، وانت واحد منهم. فطبعا من ان انا نازل بقى رجليا بتخبط مبسوط الحمد لحاجه لله. زي دي. ده وهو من الناس اللي فرقت معايا جدا في حياتي. يعني لو بتقولي حاجه فرقت في حياتك، هو السين اللي قضيتها مع عمرو مصعب الله يرحمه. الله يرحمه. يعني ده فضله عليا غير طبيعي يعني. الله يرحمه. طيب انت عندك Masters of Finance and Investment من Antwerp and Fordham صح. Universities. It's a dual degree في بلجيكا وفي نيويورك. Yes. وعندك Executive MBA من London Business School, which is very highly ranked. Yes. The top worldwide. هي عالميا one of the best. حاسس ان الشهادتين دول والاكسبوجر للتعليم بره فرقوا معاك وخلوك ادوك فارق عن بقيه الناس اللي في المجال اعتراف هنا؟ اولاني ان انا لو راجع بيا الزمن، اكبر غلطه موست بروبلي عملتها ان انا ما سافرتش الاندر جراد بتاعي. انا عشان التنس جالي سكولرشيبس في امريكا كتير، لاني كنت طبعا يا ده على الضباب بيحبوا قوي الشامبيونز اللي كده. وقتها يعني بقول لك انت كنت مرتبط بمصر ولا مرتبط بمصر واصحابي واهلي. دماغي ما كانتش في حته خالص ان انا لو رجع بيا الزمن بقول لك دي من الحاجات كنت هتطلع اندر جراجويت بس طبعا محدش عارف الخير فين. يو نيفر نو كان ايه اللي هيحصل وقتها. بس لو رجع بيا الزمن موست بروبلي دي من الحاجات اللي كنت ممكن اقول لا ما اجربها. اللي فرق معايا قوي بقى لما سافرت بلجيكا التعليم طبعا والديسيبلين وكل الكلام ده، بس التجربه الشخصيه بقى انت عشت لوحدك بنيت شخصيتك. وعاوز اقول لك حاجه: انا سافرت برضو في ظروف مش طبيعيه، لان انا سافرت في 2014 وكان عمرو الله يرحمه عمل الحادثه وما كانش في حد هاند اوفر ليه، فانا اضطريت اشتغل فول تايم وانا في بلجيكا. فكنت شغال فول تايم عادي جدا، وفي نفس الوقت بدرس فول تايم برضه. والله برافو عليك. فكانت مش سهل، صعب. لا مستحيله، كانت صعبه جدا جدا جدا. وكنت برجع مصر كتير يعني. كنت اضطر ارجع مصر للبورد، ارجع مصر انا تقفيل ميزانيات للبادجت وكده. فدي اكسبيرينس كان يعني نشفتني جدا ان انت محتاج تذاكر كويس قوي، ومحتاج تشتغل كويس قوي، ومحتاج تبقى يعني انت عادي جدا تبقى في كلاس في الجامعه وفي حد مديرك بيكلمك وبيطلب منك حاجات شغل ايرجنت، وانت جوه الكلاس بتعمل الاثنين مع بعض. ده هو ده بناء شخصيتك. فكانت حصل في التوقيت لا كانت صعبه جدا. كانت اكشلي اكسبيرينس حلوه جدا، بس في نفس الوقت صعبه جدا. نشفتك جدا لا جدا نشفتك جدا جامد جدا يعني. فدي بس فرقت معايا جدا تعليميا وشخصيا وكشخصيه جدا. طبعا الاكزيكتيف ام بي مختلف تماما. انت من اصغر الناس اكشلي اللي كانت جوه البروجرام. يس اي كود ايماجين. هو بس انهم اكبر من كده كتير. 40s يس late 30s في الحته دي، ومن مجالات مختلفه.
اللي شغال بقى في اويل اند جاز، اللي شغال في الفاينانشال سيكتور، اللي شغال بس في عملت الماركتنج. نتوركينج كويس جدا ما جدا هي دي جدا فايدتها. جدا، سواء هنا او هنا. يعني لسه عندي اصحاب من بلجيكا قريبين جدا ليا لحد النهارده، ومن لندن نفس الكلام. هايل. وبيفرقوا معاك كمان في الشغل، لانك ساعات في حاجات بتتفتح ان انتوا تعملوها مع بعض. هو دايما يقال your network is your net worth، ده حقيقي. فبتبدأ تبنيها لما تبقى exposed في like يعني an international institution. بتبدأ بقى تشوف الناس في الجامعات العالمية صح وتعرفهم، صح. وبيفضلوا على فكرة context معاك لا طول لا، حياتك. على طول لحد النهارده. يعني انا عايز اقول لك حاجه بالصدفه، النهارده يوم 8 ديسمبر في IPO بيحصل في المغرب. لولا الشخص صاحبي جدا صديقي جدا كان معاك في كان معايا لندن بزنس كان في سكول. بلجيكا، معايا في بلجيكا. هو السبب في جود انفستمنت اوبورتيونيتي مش عاوز نعملها مع بعض، يلا بصينا على حاجه مع بعض، مهم توكلنا على قوي. الله. نتورك فقصدي مهمة قوي لحد النهارده في علاقات قويه جدا جدا لا لا جدا. لا بصراحة لا. وانت يعني انت اللي يعرفك يا علي بتبقى لان انت you're genuine، انت حقيقي ربنا وصادق. يخليك. ثانك يعني لما بتيجي تتكلم مع حد وتدي نصيحة لحد بتبقى very very honest يو. honestly، مش وما بتستعرضش اللي هو شطارتك وذكائك. انت بيبقى لا مهم لا عندك مصلحة اللي ده حقيقي. بيسألك عن الادفايس او الكونسلتيشن الحقيقة يعني. طيب لما بتيجي تدخل كده في ستارت اب، خليني بقى يمكن اتعلم منك حاجة زيادة النهارده. اتعلم منك حاجة زيادة والناس كمان تتعلم. لما تيجي تدخل في ستارت اب، ايه اكتر حاجة بتدور عليها قبل ما تحط فلوس؟ يعني الشخص اديني كده، انت كنت بتقول لي هديكوا كده روشتة. سكور خلينا كارد. نسميها روشتة، سكور كارد. بس هي سكور كارد بس الناس قالت لك انجليزي ومش هقول انجليزي. لك لا روشتة ليه؟ لا الاستثمار. السكور كارد او الروشته روشتة بتاعه الاستثمارية. الاستثمار مهمه بصي قوي، عشان بيفرق انا بتسأل معايا السؤال ده اول كتير. حاجة الاشخاص، برافو. الفاوندرز. صح. درسوا ايه، عملوا ايه، انت مستريح معاهم، عارف تتعامل معاهم على المستوى المهني وعلى المستوى الشخصي. خلي بالك زي ما بقول لك، هي زي ما هي جوازه، انت الناس دي هتقعد معاها 5 7 10 سنين. فانت لازم تبقى مستحيل تبقى متاكد، بس اتليست تحس انك هتعرف تشاركه. في فاونديشن بتبني عليه بالظبط. الريليشن، وانه هيبقى في في علاقه اساس. رايحه جايه، يعني مش صح تبقى علاقه ولا هو بني ادم صح عنيد ولا هو بني ادم باسيف اللي هو صح، موافق على كل حاجه. لا، عندك حق. في علاقه رايحه جايه. فده اهم ده حاجه، رقم واحد. دي نمره واحد. اه بعدين اللي الانسان. هيفرق الانسان. اه الانسان ده يفرق في اي مرحله للشركه، لو هي لسه في الاول خالص، او شركه حتى بقى لها 5 6 سنين شغاله، او شركه بقى لها 10 سنين. مهم. الشخص ده كده ولا كده، ده اول اساسمنت لازم تطمن انه انت حقيقي ده هتعرف تشاركه. ده انت هتحط فلوسك وهتتعامل معاه. لا بصي، في دايما قلتها اكتر من مره، ان انا بقى داخل انام حاطط راسي على المخده مطمن ان اللي انا مدير الفلوس ده عامل 100% او 200%. عامل اللي يقدر عليه وزياده. النتيجه دي بتاعت ربنا بقى، ده نجح حقيقة. ما نجحش، بس هو اتليست عامل اللي عليه بنسبه 100%. برافو دي اكتر عليك. حاجه بتفرق معايا. صح. ومش كل مره تطلع صح على فكره، يعني ساعات ممكن تحس ممكن كان في الاول باحساس كده وبعد كده انك انتوا هيبقى في تجانس ما بينكم، ممكن بعد يعني تفاجئ بالعكس تماما. والعكس صحيح برضو، انت حد افضل بكتير من ما انت كنت متخيل. فده اول حاجه. بس بعدين انت في بقى الاخر بتنط، you take a leap of faith. انت بتنط. صح. بالاول بتعمل you take the box، لا، انت بس برضه ساعات بتنط بيبقى كده قدامك كده. شركه قويه جدا، بس انت مش قادر تتعامل مع الفاوندر، او شايف ان انت مش هتعرف تشاركه. ده حقيقي. وانا ما بعملش الانفستمنت ده مهما كانت ارقام الشركه جامده. يعني مهما كانت الشركه مبهره وارقامها بالنسبه لك، شايف ان لو الشركه دي حاسس ان انا هتطير. مش هعرف اشاركه، اصل خلي بالك دي مش زي البورصه انت ليكويد، تقدر تخش وتتخارج بسهوله، صح. في سيوله. بالظبط. لكن الشركات الناشئه او الشركات الخاصه مفيش سيوله، فانت قاعد خروجتها مش مع صح. الراجل، قاعد له كام سنه حلوين. فمهما كانت الشركه كويسه وكل حاجه، التخارج ده لازم يبقى فيه. لو مفيش تجانس هتبقى حاجه صعبه جدا. ده حقيقي. لانك انت ممكن يجي فرصه ان حد مثلا عاوز يشتري الشركه دي او وانت ياخد مقتنع الاكويتي جدا، بتاعتك وهو ويطلعك. مثلا ما فمش اسهل. فده يعني اكتر حاجه اساسيه بالنسبه لي، الرائد الاعمال او رائد الاعمال الفاوندر المؤسس والتيم بتاعه بقى، اللي هم والتيم بتاعه. الفاندنج تيم. فده اول التيم حاجه بيفرق معاك اكيد طبعا جدا. بص انت كل مره لما مهما كانوا هم مثلا فاوندر واحد او اتنين او تلاته، دايما هيبقى في واحد علاقتك بيه اقوى من الاثنين التانيين. مش تقليلا من هي حد، حاجه بس هي على طول في انسانيه كونتاكت بيرسون chemistry. واحد دايما تتعامل معاه. بس ده مش معناه ان الاثنين التانيين ما تتعاملش معاهم، بس قصدي لو هم ثلاثه يعني فاوندرز، هي عادي بتبقى chemistry او بيبقى بالظبط vibes اكتر. بالظبط. ودايما بيبقى في واحد بيليد الحته دي اكتر من غيره يعني. وانت يمكن مثلا في حته معينه انت مركز فيها، فانت مع الشخص ده مع فتره الشخص معينه، الفلاني. وممكن بعد كده لو ركزت في حته تانية تبقى مع الشخص التاني. انا بحب دايما كده. يبقى علاقتي بيهم كلهم كويسه، بس دايما هتضطر او مش هتضطر، دايما هيبقى في دايما واحد هو اول واحد هتروح له دايما يعني. وفي الاغلب هم كمان متفقين على الستراكشر ده لو كل حاجه مظبوطه. ولازم تتاكد ان علاقتهم ببعض كويسه، لان هو برضه اقول لك حاجه من اكتر الاسباب اللي بتفشل اي ستارت اب، علاقه الفاوندرز ببعض. طبعا.
لو العلاقة مش علاقة سوية أو مش علاقة كويسة، ده أول أسباب الفشل. صح. فبقول لك فالاسسمنت بتاع التيم ده اهم حاجه. مهم. بعدين بقى تبتدي تخش كل شركه هيبقى ليها مواصفاتها المختلفه. لو انت لسه في الاول خالص بتحاول تفهم الفكره، هيخش يبنتريت السوق ده ازاي وهكذا. بس لو الشركه دي بقى لها شويه شغاله، تبتدي بقى تبص ايه الفاليو بروبوزيشن بتاعهم، بيقدموا ايه مختلف، حجم السوق ده عامل ازاي، ارقامهم عامله ازاي، اليونت ايكونومكس بيحرقوا فلوس لا، الربحيه بتاعتهم كويسه وهكذا. ولازم تبص بقى في الاخر على البوسيبيليتي اوف اكزيت او التخارج نفسه ممكن يجي ازاي. مهم. فده زي دول المين بوينتس اللي الواحد بيبص عليها في الروشته بقى بتاعته. ده في روشتتك في الفي سي. طب روشتتك از ان انجل بتختلف شويه. انت از ان انجل قلبك اجمد، بحسك وانت انجل ممكن عشان اخد فلوسك هي الشخصيه بيبقى قلبك اجمد. وممكن اخد ممكن تدخل في واحده لسه بتحرق لسه في الاول خالص كمان. في الأول يعني انا خالص. ممكن في شركات قبل ما يكون الشركه ابتدت بقول له انا معاك عشان انا مقتنع بيك، يلا عشان هو الانسان انا مقتنع بالانسان بالزبط. وانت معاه بالظبط. قبل الشركه وقبل الام في بي، قبل اي حاجه. هو مؤمن باللي هو عايز يعمله وعنده فكره واضحه، اللي هي الواضحه بالنسبه لنا النهارده دي هتتغير 4-5 مرات على مدار ده المشوار. دايما. بس انت مقتنع بالشخص ومقتنع قد ايه هو اثيكال وعنده ديسيبلين وكل حاجه انا بعملها. انا بتفق معاك 100%. انا بيعجبني كمان ان انت اساسا يعني عبقري ارقام، ومش مخليها اول حاجه، مخليها لا تاني حاجه، خلي بالك كان دايما وساعات تالت حاجه. يعني مش ان انا بيعجبني ان انت بتشغل مش بس لايك نمبرز انتليجنس، بتشغل الايموشنال اند بصي هقول لك سوشيال حاجه، في انتليجنس. اسيت مانجمنت في اداره الاصول عشان الشركات دي بتبقى ماتيور جدا، فالارقام هي 80-90% من الديسيجن. في الشركات الناشئه الموضوع مختلف تماما، لانك انت 60-70% هو الشخص اللي قدامك. وبحس اصلا ما ينفعش يتطبق عليها اي طريقه فالويشن من في الاول بالذات صعب جدا جدا صعب جدا, جدا جدا جدا. مع الوقت بقى كل ما الشركه بتتطور وبتنمو وكده بتبتدي بقى الموضوع يبقى راشنال اكتر، بس في الاول لا طبعا. تعرف فيك ميزه كمان انا بشترك معاك فيها، بتعرف تعامل انتربرينورز. انا دايما بقول مش اي حد، يعني مش كل رجل اعمال بيعرف يعمل انتربرينور. انتربرينور ده ليه منتاليتي وشخصيه معينه، صح. وطريقه وهو عنده حلم ما ينفعش انت تخطفه منه. صح. وما ينفعش انت يعني يكون بيسمع بس ما تفرضش رايك عليه، لان هو ده this is his vision. ما ده اول حاجه كنت بقولها لك، ولا أكتر. يبقى عنيد في اللي هو ما بيسمعلكش خالص، ولا يبقى باسيف اللي هو بيوافق على كل حاجه انت بتقولها. ده ما ينفعش برضه، يبقى لازم في العلاقه اللي هي مرن في العلاقه دي، هي دي اللي بتخليني من الاسباب اللي اقول انا هعرف لا انت صراحه استاذ في التعامل مع الانتربرينورز، لازم اقول لكن انت الوحيد اللي اشطر مني في الموضوع ده. انت هديك اللقب ده الوحيد. طبعا في ناس هتزعل وهيبقى هيدخلوا بقى يقولوا حاجات وبتاع، بس ده رايي. انا اتعاملت معاك، انا مع احترامي للكل انا ما اتعاملتش معاهم، بس انا عشان اتعاملت معاك وشفتك قد ايه بروفيشنال وشاطر، فانا بقول لا انت اشطر مني الحقيقه بصراحه يعني، بس الوحيد. طيب هل في قرار في مسيرتك المهنيه كنت خايف وانت بتاخده؟ كتير. بس اكتشفت ان هو كان حلو، ان هو كان قرار حلو قوي. طلبيه واحده منهم، ابسط حاجه كانت اول واحده، فانت قلقان، وبعدين قلقان كمان انك مش فلوسك لوحدك، انت فلوس يور اون نتورك، الناس اللي وثقت فيك. الناس وثقت فيك جدا، وسيتويشن الشركه ما كانش احسن سيتويشن صراحه. هو القرار وقتها يبان مش عاقل ده ليه، بس هو كان ريسك، زي ما كنا بنتكلم بقى ان انت مؤمن بالتيم، انت مؤمن بالتيم انه الناس دي بنت حاجه بريسورسز قليله جدا ومحتاجه بقى سبورت. لا عشان انت قصدي داخل في حته كريتيكال، صح، ان الشركه فاضل لها نفس. بس انا عملت ده بقى كتير قوي انا جوه بالتون، وربنا كرم جامد في جدا جدا. لا الفي سي ده قصه نجاح يعني ومنهم حاجات كانت ناقصها 3-4 اسابيع وتقفل، 6 اسابيع وتقفل، عملتها فعلا. والنهارده من انجح الشركات باي فار بجد. ما داليا خورشيد مش حاطه ثقتها فيك من شويه يعني صراحه، ومعالي الوزيره داليا خورشيد طبعا. طيب بما انك معروف انك شخص بياخد مخاطر، لما بتاخد مخاطره كده هل هي طبعا تبقى يعني مخاطره محسوبه اكيد صح؟ طب انت لما ايه اللي بيبقى، ايه العلامات اللي بتحسسك ان دي مخاطره محسوبه وما فيهاش تهور؟ في حاجه غير ان الانسان انت درسته؟ طبعا بالذات لما بتبقى الشركه بقى لها شويه شغاله، لما بتشوف انه الارقام قربت للربحيه او هم وصلوا للربحيه، بتحس انك انت زي ما تكون كده ايه عديت بر الامان. يعني الشركه خلاص وصلت ان هي واقفه على رجليها، بس محتاجه بقى الريسورسز الزياده او زياده راس المال الزياده دي اللي تخليهم بقى يروحوا لمرحله تانية، مرحله تطور او نمو مختلف، بس بتبقى اوريدي وصلوا للربحيه وواصلين لبرودكت ماركت فيت زي ما بيقولوا مناسب، فانت مطمن وانت بتحط الفلوس. حلو قوي. بس يبقى انت بالنسبه لك يور بايورتي ان يبقى كاش بوزيتيف، بس مش مهم النت بروفيت قد ايه.
مش فارق معايا مش ومش فارق وعاوز معاك اقول لك حاجه، مش فارق معايا ان هو يبقى بوزيتيف حاليا، بس لو انا شايف ان بس انت عمال حتى تقرب زي ما اه بيقولوا باث بروفيتابيلتي. اوكي يعني انت مثلا كنت بتحرق اكس بقيت بتحرق واي، بس الارقام معانا بتتحسن بس في وشايف جروث بيحصل وداخل على النقطة دي بالظبط. دي بنسميها انفلكشن بوينت، نقطه اوكي الانطلاقه او التحول. ده بيبقى بالنسبه لي ساين اوف ان انت واخد ريسك محسوب. طب علي دي بره الكويس هم مش حاطينها انا كلمتك فيها قبل كده مش هيبقى عندنا ستوك ماركت للستارت ابس نفسنا انا نفسي نفسنا وان شاء انا الله ان شاء بتمنى الله ان شاء الله واحده من شركاتنا فكرة انا سألتك على الموضوع هتطرح ده قريب قبل في كده البورصه ان شاء الله باذن الله. ده لا انا بتكلم اي بي او تنزل شركة دي تمام البدايه بس انا بس دي بتكلم البدايه. عاوز اقول هل لك ينفع يبقى عندنا زي نبقى عندنا مثلا ليجلايزيشن او زي سوق حاجة زي السكندري ماركت، الناس تقدر تبيع لبعض للستارت ابس يعني لما تيجي مفروض. ستارت اب تطرح وتبقى محتاجه تعمل كابيتال ريز ان يقدر اي شاب نفسه يستثمر. انا بيجي لي السؤال ده كتير كتير لما بروح سامتس او بانلز بلاقي ناس بتجي لي انا نفسي ناس يعني بس لسه احنا بيبداوا شغالين نفسي ابقى انجل شغالين زي حضرتك احنا اعمل شغالين ايه على حاجه كده، صندوق للافراد. ده بجد نفسي يا ريت يعني ان يا شاء الله ريت باذن الله ان احنا نطلعه انا صندوق نفسي للافراد نفسي ان اي حد عشان يبقى نتيح لكل الاشخاص، ومفيش بقى لازم تحط ارقام كبيره. ايا كان الرقم اللي تحطه انت هتبقى مستثمر جوه الصندوق اللي بيستثمر في الشركات الناشئه. ده وده هيخلص امتى ان شاء الله على كيو 1 كده ان شاء الله باذن الله. ده قرب ان شاء الله. طب ايه ما قلتيش عليه ده لسه ما احنا ده اهو ما قلتش عليه ده يعني ماشيين في البروسيس اهو. مش قايله لك انا عايزه بورصه للستارت ان اب شاء الله باذن الله نعمل طب ده. لا ان بجد شاء والله الله. ده خبر حلو ده ان على شاء الله فكرة باذن لان انا طول عمري عندي كده خيال اللي هو ايه احنا شعب كبير قوي وبورصتنا بورصه قويه الحقيقه مش بورصه يعني من اقوى البورصات في المنطقه فبحس طب ما تعمل كده زي سكشن ولا فرع ولا يسموها زي ما يسموها لا ولا لا حاجه نعملها اللي هو سكندري ماركت زي ما انت سكندري ماركت بتقول سكندري ماركت ويعملوها للستارت ابس فيبقى مش لازم الستارت تبقى اب سكندري وبرايمري، اي حد، هي وات انك ايفر تتيح للناس كلها الفرصه انها تستثمر انا في بيجي الشركات لي دي. والله ناس كتير يقول لي انا نفسي ابقى انجل ومعيش كتير بس نفسي هو عنده شخصيه عنده الجرأه وعنده مثلا حب ان هو يبقى شريك في رحله ان هو يقول لك انا استثمرت في الشركه دي ونجحت ومفيش ما هو مفيش لا باث ان شاء الله شغالين عليه يا ريت يا علي ان شاء والله الله. لا ده بقى انت عملت خير كبير وان شاء الصراحه الله تبقى واحده لانك من شركاتنا، تبقى من اول الشركات التك دي كومبانيز اللي في مصر اللي تطرح في البورصه دي فكره المصريه. عبقريه وانا كنت دايما بسال ليه مفيش صراحه لا ان شاء الله نعمل لان طب حلو عشان بكلم حد يسالني اقول لهم روحوا استثمروا في اعملوا في الصندوق ده لا ان شاء الله باذن الله. طيب وده هيطرح في البورصه الصندوق ده صح الصندوق ده مش هو ولا هيبقى هيبقى برايفت مقفول برايفت. ولا لا ايه مش مقفول، هيبقى فيه ان الناس تقدر تخش وتخرج، بس هي فكرته ان انت It's تتيح like a mutual fund بالظبط وتتيح بقى للافراد الفرصه ان هم يستثمروا في الشركات الناشئه دي. اوكي حلو ده اه طب بداية حلوة ان شاء الله بداية حلوة طبعا انا بالظبط. حلمي بورصة هيحصل انا ان شاء الله حلمي باذن بورصة الله. زي امريكا كده ان يعني شاء انا الله حلمي باذن ان الله. شاء الله كده انت ليك كذا قصة في الاستثمار مش بس طلبية انت ليك طلبية دي اول واحدة احكي لنا كده على علامات تانية في الانجل انفستمنت باث بتاعك عملنا واحده من غير ما تحكي في باكستان اسمها كريف مارت. ايوه انت حكيت لي عليها دي قبل كده بتاعت باكستان يا قلبك يا قلبك بتستثمر في باكستان برضو يعني طب قول لي مثلا اوروبا اقول لك تمام طبعا خليج لا حتى امريكا جو هيد بس باكستان بس هقول لك ليه يعني مش مبدئيا وكانت حلوه انا فاكره انت قلت لي كانت الحمد حاجه لله اكزيت هايل الحمد لله. وكانت حد من اللي معايا في الماسترز من الفاوندرز يور نتورك اللي بقول عليها اللي هو لازم بتبنيها وانت بتتعلم بره بالظبط. فده اللي فتح لنا الفرصه ان احنا كان ايرلي اون خالص فاميلي اند فريندز وعملناها وربنا كرمنا جامد جدا جدا. بص هو رزق ربنا طبعا وشطاره برضه اقول لك على حاجه وانت يعني وهي النتورك مهمه زي ما انا بقول صح وهي ادي دي النتورك مهمه الحمد لله الحمد لله. طيب بعيد بقى عن الشغل عن بزنس وعن الانفستمنتس غير التنس هل عندك another hobby بتعمل لك توازن كده بالانس في حياتك؟ رياضه برضه كوره. بتحب الكوره جدا كنت بلعب وانا واصحابي وكنا بنكمبيت بقى كل رمضان ونلعب لا لازم تجرب محمد بقى وكنا جوزي في فرقه الكوره يا ريت جامد جدا كان بيلعب في الاهلي صح؟ لا احنا لا في الصيد محمد الصيد علاقته بالصيد زي علاقتك بنادي الجزيره كده اوكي احنا اعضاء في نادي الجزيره بس الاصل الصيد ماشي يعني بس احنا الجزيره بالنسبه لنا النادي اللي هو اللي بعد الصيد يعني بس ولادي الجزيره نمبر 1 اوكي بس خلاص ما بقيناش جنبه دلوقتي اوكي لكن هو محمد في الكوره زي يعني لازم اعمل اشوفكم لا الاثنين في منافسه نلعب لا هو جامد قوي لا الكوره كنا فرقه واحده بنلعب مع بعض سنين ونخش دورات رمضانيه مع بعض وكسبنا اكتر من دوره ايه ده بجد برافو عليك يعني. لا الكوره وكان بقالي كتير ما بلعبش، بعدين رجعت بقالي سنه كده
لا بلعب لازم كل نعمل سبت وتلات. لازم نعمل مباراة مخصوص كده. لا نعمل لا اكيد. لا. طب هقول لك على طب انت بالنسبة لك الكورة والتنس، طب والبادل اخبارك فيه ايه؟ عاوز اقول لك رياضة مصر دلوقتي عاوز اقول كلها. لك انا ما حبيتهاش. ايه ده بجد؟ يعني ما فيهاش حاجة احنا ما هي شبه احنا التنس. شركاء، انا وكذا حد انا عارفة في. انت عندك بادلت بالظبط صح؟ بالظبط. طب ازاي؟ ولكن يعني مش قادر احبها زي التنس يعني هو ايه تفرق قوي؟ اصل انا غالبا ماليش لا، فيهم تفرق يعني. تفرق فارقة. تفرق. بس هي على فكرة it's very popular دلوقتي. لا جدا جدا جدا، من it's اكبر، very لا popular يعني من اكتر الالعاب اللي في مصر دلوقتي منطلقه. وبقى ليها مسابقات لا وحاجات. واتحاد والناس عامله اه مجهود هايل بالعكس، وفي دوري انديه وفي ناس ده دلوقتي انا قلت هتبقى بتكمبيت. جامد في البادل وبتحبها لا وكده. ما حبيتهاش طب لو بس. لعبتها شاطر فيها طيب؟ لا معقول عشان بلعب تنس بس اكيد بس مش شاطر. لا في كتير احسن مني. لا عشان حابينها. حبينا وبيلعبوها باستمراريه، انا بلعبها كده يعني كل فين وفين يعني انت يعني. يا تنس يا كوره. اه بس خلي بالك بقول لك على حاجه، طب انت بقى محمد شاطر في الاثنين برضو. بجد. لازم اشوفكم في الاثنين، واقول محمد لك حاجه، تنس ما لو ما وكوره عملتهاش في اليوم يبوظ، ان انا انزل اتمشى كل يوم الصبح. لازم انزل اتمشى قبل قبل اي حاجه، الشغل. قبل الشغل انزل اتمشى برافو واروح عليك. العب شويه رياضه. ده لو ما عملتوش اليوم بيبقى بايظ. بيبوظ. اه بس والله برافو. دايما انا اساسا من عيشتي بره كنت بشوف الاجانب اللي هم بيعملوا رياضه قبل الشغل. انا بشوفهم بالنسبه لي اختراع، لان انا اساسا بصحى مش شايفه قدامي. انا شخص مش صباحيه قوي، بس ببقى منبهره باللي بيعرفوا يعملوا حاجه قبل شغل او دراسه. لا يعني بحس انا اللي هو صباحي لا انت جدا. مختلف، يعني انت يعني بريد مختلف. لا انا صباحي جدا وبنام بدري جدا، بنام الساعه 10. لا انا عارفه انت هتقول لي. الساعه 10 انت لو والساعه اي فكره جت في دماغي ببقى عارفه لا علي نايم دلوقتي خلاص، لا وانا ما بيجيش افكار غير 10. بالليل اصلا. لا 10 دي جوه السرير. 10 ده ميعاد مدارسي قوي يعني. لا انت الساعه كانك بتروح 10 المدرسه. طيب هنخش على اسئله صراحه انا بحبها لان هي ايزي وسهله ماشي حلو لو ده ولا ده ولا ده ولا ماشي. لذيذه يعني. خلاص. طب انت ليك انت سويت ولا سيفري، حلو ولا حادق؟ لا حاجه يعني سكر، ما اخدش سكر خالص. عشان مضر ولا انت ما بتحبش طعمه؟ يعني الاول كانت هيلث، وبعدين ما بقتش اصلا كريف خالص ان انا اكل سكر، فما والله فيش بقى. ربنا بيحبك ان شاء الله عقبالي باذن الله، ان شاء الله عقبالي. طب قهوه ولا شاي؟ قهوه. وبراند اللي قلته اللي هو القديم بتاع القديم زمان بتاع ده. زمان ده هو الاصل. بتاع زمان. طب شروق ولا غروب؟ لا شروق. اكيد آه. اكيد. لا هو السؤال المفروض انا كنت جاوبته. طب صيف ولا شتاء؟ صيف. ديفنتلي، ما اعتراضك على التكييف من الاول صيف فهمت على طول، فهمت على طول. لا صيف. لو عندك اجازه تسافر في مدينه ولا رحله في الطبيعه؟ لا مدينة واتمشى unexpected. انا بحب المشي جدا. تحب واحب انت سيتي بوي زي ما جدا بيقولوا، وانزل تحب احب السيتيز. يعني ممكن انزل اتمشى بلا هدف، بس ابقى ماشي في مدينة حلوة واتمشى واشرب ايه قهوة ده، ما بتحبش طبيعي يا لذيذة. علي؟ لا طبيعه. بحب الطبيعة، بس قصدي هايكنج. ليك احبها. فيه. بس لو هختار يعني ممكن لو ما بين مثلا كل 4 رحلات 3 لواحد مثلا. اوكي. عامه كويس ان انت عارف نفسك. خلي بالك لا السيلف اويرنس ده مش اي حد بيبقى مدرك هو ننزل بيحب اتمشى. ايه وما أنا المشي بيحبش بالنسبة ايه. لي شيء مهم جدا، وتحب فبس. تتمشى في سيتي. في سيتي. انت اه بتحب السفر كمان كتير قوي. بحب السفر. يعني انت كده لو قلت لنا البلاد اللي سافرتها ناس مش هتصدق نفسها. لا كتير بس لا خلاص بليز ده مش قول. لا بليز مش قول، لازم انا عارفه شويه والله. منهم. بليز قول. يعني يعني مثلا احكي لي مثلا لما سافرت اليابان انت كنت من الناس اللي ده حبتها. مراتي هي اللي هي سابت. حبت هي كانت فكرتها. هي فكرتها، وهي اللي بس انت نظمت كل بس انت حاجة. عجبتك، جدا رجعت جدا بتقول الله جدا. دي حلوه قوي. لا تحفة ده بس ايه اللي طبعا. عجبك في اليابان؟ لا كل حاجة. لو اديني هنس كده عاوز يمكن سيتي اسافر. هتلاقي سيتي، عاوز طبيعة هتلاقي طبيعة. مش انت تسأليني كل ده اه موجود. كل ده موجود في اليابان. اه وكمان انت قلت لي الاكل فيها حلو. حلو. لو انت اوريدي سوشي وساشيمي اكيد هتبقى مبسوط اللحمة هناك. حلوة، كل حاجة حلوة حتى لحمتها حلو، قوي. الواجو بيف بتاعهم. اه اوكي تصدق فتحت نفسي على لا اليابان. حلوة جدا. طيب اوكي، لو تخطط لكل حاجه ولا تسيبها ماشيه لا لوحدها ماشي لوحدها، انا ما بخططش لاي حاجة خالص؟ خالص. خالص. يعني لو على الله دي هي على الله. لا ما بخططش اي حاجة. تخيل الناس لما تعرف علي مختار بيقول على الله وما بخططش، ما الناس مش بخططش هتصدق. بجد. لا ما بخططش. معظم حاجات بسيبها بس اكيد مراتك بتخطط. مراتي بتخطط. اصل الست بتخطط اكتر من الراجل، مش عارفه ليه. بتخطط، وانا عشان على الله دي فاحنا الاتنين عكس بعض. فعلى طول بتكملوا بعض. عندنا. لا بس ساعات طبعا بتتنقد بقى، بتبقى هي ماشيه ومخططه وعامله، وانا طبعا عشوائي جدا. انا ملاحظه ان فعلا اقول لك على حاجه، معظم الستات بتخطط ومعظم الرجاله سايباها على الله. عندها التسليم يمكن اعلى من الستات which is better which is a good thing. ان التسليم مهم برضو. بس الست بتخطط، واكيد مامتك كانت بتخطط، واكيد مش عارفه ليه الستات دايما عندهم الحته دي اعلى من الراجل. لا الراجل عايز يتبسط اكشلي، هو عايز يشتغل ولما يخلص شغله هو عايز يفضي دماغه. انا عايز افضي دماغي. دي حاجه رجالي قوي صراحه. ده الست يا حقيقي. حرام دماغها ما بتفضاش.
هي طول النهار بيخطط. فلا انا متفهمه جدا بسانتو مامتك الصراحه. طيب تشتغل لوحدك ولا مع فريق؟ لا مع فريق. بتتعلم، بتحب تشتغل مع فريق؟ احب اشتغل، وعاوز اقول لك من الصغير للكبير بتتعلم منه يعني. ده حتى حقيقه، ده حقيقه. الصغيرين اللي معايا في التيم اصغر مني، اللي انا المفروض مديرهم، في حاجات كتير بتعلمها منهم. لو صحابك حابوا يوصفوك بكلمه او كلمات كتير، انا عايزه افتحها عشان ما اقفلهاش عليك، يوصفوك بايه؟ مدير الاستثمار بتاعهم ده حقيقي، انت المستشار المالي بتاع كل كلهم المجموعه كلها، في كده مجموعه. بلا استثناء. لا وبعدين انت عندك اخلاص ليهم والدخول فيها مش سهل. الحمد لله انا اه زحزحت كده، لقيت خرم دخلت لا منه لا في يعني المجموعه سيبك ان دي. هي هزار، بس هي كده فعلا. هي فعلا وما بتدخلش اي حد، والقصه آه، عندك مش قصه فلوس بس. لا خالص at خالص. all. وهم القريبين مني يعني، ما اقدرش اعمل ده مع حد مش قريب مني يعني. لو حد مش، ما فيش ثقة ما بيننا وكده، ما ريجاردلس هو. انت مش بس ثقه، انت كمان راحه في التعامل. جدا يعني جدا. انا لا وعارف لاحظت، انه احنا على الحلوة والمرة مع بعض يعني، مش كل حاجة تبقى حلوة وفي حاجات مش وانا هتنجح عارفه برضو بيجي لك اسامي كبيره بتعتذر، انا حقيقي عارفه. حقيقي وده امبرسيف بالنسبه لي. حقيقي. خلي بالك انا بيعجبني فيك ان انا وانت احنا ما بنبهرش، لا بنبهر بالحاجات الصح بقى اللي انت قلتها. هنعرف نتعامل مع بعض. اه الكود اوف اثكس الايننج مع ماي كود مظبوط اوف اثكس ولا لا، مظبوط يعني احنا الاثنين متوافقين على قيمنا ولا لا. وساعتها تدخله بقى معاك، يبقى تقدر تبقى تديله الكونسلتنسي بتاعتك ولا لا، صح او تدخله معاك في حاجات صح. بتبص على حاجات مختلفه عاده عن اللي بتبص عليها في الايكو سيستم. لا وده انا بحترمه فيك قوي على thank فكره. you. مدير الاستثمار، طب لا لا دي مدير، لا صفه في شخصيتك، ادينا حاجه تانية. هادي؟ لا مش هادي خالص. بجد؟ يعني انت بتمثل عليا؟ لا مش هادي خالص. يعني انت من اول معرفتك لا مديني فيس مش مش هادي، الحقيقي. بالعكس انا انا بهزر، ده انا بشوفك بهزر طول هادي، الوقت. بتهزر بس انت هادي. لا يعني يا هادي ده اللي هو بيصنف. I don't see you panicking. I don't لا panic. هادي از ان انا ما صعب اتعصب هل انت يعني. بتتعصب؟ لا صعب جدا. طيب ما يبقى لا هادي. صعب جدا جدا يعني عشان اخرج عن شعوري ده مش ما بيحصلش ما كتير يعني. بيحصلش. طب ما ده اللي لا انا بقوله، عشان كده خالص. قلت هادي. بس قصدي يعني اطاري مع اصحابي ما فيهوش اصله خروج هو لا اطار بتهزر، كله انا هزار. عارفه انك بتهزر قوي، انا فاهمه. لا اه يعني ما انا حضرت قعدات وشفت لا يعني. لا هزار طب لو قلنا ان حياتك كانت نوع من الحلويات، تفتكر تكون ايه؟ وانت اصلا مالكش في الحلو، فالسؤال انا شايفاه صعب. انا شايفاه بالنسبه لك صعب. بس بفكر ايه معاك. الحاجه السهله؟ الشوكولاته الساده دي صح، دي اللي عمرها ما تروح غلط يعني. ميلك شوكليت او ليه whatever it بتقول is. كده؟ عشان ان هي حياتك مثلا دي اللي هي التراديشنال let's say. لا بس انت ما حياتك مش انا traditional. حياتي روتينيه جدا. that's why you picked chocolate. روتينيه اوكي. جدا يعني يومي متكرر يعني. اصحى الصبح اعمل كذا اعمل كذا اعمل لا كذا يا اعمل علي مش كذا. روتينية. لا روتيني جدا. انت سيبك بتسافر كتير. بس يعني بسافر، بس قصدي سيبك من السفر. بس ايام لو بيبقى عندك كتير بتقعد مع الناس بتخرج من الشركه وتبقى عندك ميتينجز مع الانتربرينورز. بس within يعني within الشغل within التمرين within عيلتي فهي واصحابي على قد ما اقدر. الشوكليت. فقصدي يعني هي في اطار معين فانت يعني. فاميلي مان سيتي بوي. علي اه مختار. انا اه عماله بلخص لك اهو. هل في موتو او زي حكمه او كوت او حاجه او مانترا زي ما بيقولوا انت عايش بيها، حكمه كده دايما بتيجي في؟ if there is a will there is a way. امي من وانا صغير بتقول لي الجمله دي. واو دي آه. حلوه قوي. من وانا It's so nice. 7-8 سنين بلعب تنس. if there is a will there is a way. انت عارف انا بفكر كده دايما. هي على الويل طول على طول والله. دي من انا وانا صغير. ممكن اخدها من مامتك بليز طبعا استلفها. دي حلوه جدا. دي تحفه. if there is a will there is a way. امي على طول يعني. انا بحب الامهات اللي هي الموتيفيتنج، اللي هي بتحفز لا امي رهيبه. الولاد to reach their full امي انت ممكن potential. تصحى من النوم تلاقيها بعت لك كود كده. طبعا نايم بقى، انا نايم من 9:30 10. تصحى واصحى الصبح بقى على كود من 6 مامي. على حاجه فيها موتيفيشن. لو هي حساني مثلا ستريس ان او في حاجه مضايقاني اي حاجه، اصحى الاقي كود كده. احب اسجل اعجابي بمامتك بصراحه. احب اسجل اعجابي بمامتك ومراتك الاثنين. لا برافو. طيب ايه اكتر حاجه عملتها الفتره اللي فاتت وكانت بعفويه ومن غير تفكير؟ هو الاستثمار اكشلي يعني بيرسونلي حتى. لسه داخل في حاجه عفويه خالص ما فكرتش ودخلت في الاستثمار على طول؟ بجد؟ ما قلتليش عليها؟ لا يعني كده يا علي. يعني هقول لك كده يا علي. هقول لك ده هقول لك اسمها هزعل. مش ستارت اب امال ايه؟ امال ايه ده؟ يعني اشتريت بيتكوين ايه اهو دي بالنسبه لي صدمه. انت عارف انا مش مقتنعه بيها لحد النهارده. في اخر 23 وبعتبر نفسي، انا عارفه ان في ناس هتشوفني بيهايند، بس انا مش مقتنعه بيها. انا دايما باخد انا لسه مش مقتنعه بيها. لا انا في انت دخلت في بيتكوين؟ في اخر 23 اشتريت بيتكوين وذهب جامد جدا.
دهب تمام، دهب لأ، دهب قيمته فيه، هو ممل الصراحة في استثماره بس وما هو فيهوش أي غالي بقى متعة، في الفترة اللي فاتت دي فهو جامد غالي جدًا. وبرضه ممكن ينزل عادي، هو عادي، عادي، برضه عادي، يعني أنا عادي. باشوف حتى الدهب فيه risk خلّي بالك، بس لإن يعني risk أقلهم يعني بس مهما asset نزل، class بس هو لو نزل هو دهب، هو يعني مضبوط. هو بيتقاس عليه لا، لا حتى العملة البيتكوين عالميًا very volatile بس الواحد very يعني دخلت بس ببيتكوين الواحد عمل multiples يعني سبحان الله. خلاص، هو ده كان رزقك، بس أنت مقتنع بالبيتكوينز؟ بِعت، أنا بِعت كل هتدخل حاجة. تاني؟ والله حسب هو actually هو نازل بقى له شوية يعني في شوية correction بتحصل بس أنت عملتها أونلاين، دخلت على platform ودخلت platform عملت دخلت wallet والكلام ده، والله برافو. وبعف أنت سبقتني في دي. ويعني غير مدروس، هو أنا توكلت على الله يعني قُلت أنا كان آخر 23 وقت الelections كمان بتاعة أمريكا، قُلت هاخد bet تاني ورُحت مزوّد التوقيت كان كمان. حلو، آه، التوقيت كان صح أوي، صح، صح جدًا، برافو عليك. التوقيت بيفرق أوي جدًا. كمان. طيب هل عندك favorite guilty pleasure؟ يعني حاجة it gives you pleasure بس guilty مثلًا أكل، شرب، لعبة بتلعبها بتضيّع وقت قدام التلفزيون، هل عندك في حاجة بتبسطك بس بتحس إن أنت مثلًا يعني ضيّعت وقت فيها؟ هي مش أصل أنت بُصّي، بتحافظ على وقتك بُصّي، أوي بُصّي أنا الصراحة. هاقول لِك على حاجة، أنا يوم السبت ده بالنسبة لي مُقدّس، بمعنى إن أنا أفتح التلفزيون، أتفرّج على ليفربول، دوري أنت بتحب إنجليزي ليفربول، obsession. اللي هو بقى obsessed اللي هو تتفرج على الحاجات القديمة؟ قديم، جديد، باسافر ساعات مخصوص ماتشات يعني أهي دي حاجة جديدة أنا أول مرّة لأ، أعرفها لأ عنك. يعني مودي يختلف عادي لو خسروا وكده يعني. مودك آآ يختلف عشان خسروا؟ آه، أنت في آه، آه، المرحلة دي؟ جدًا، جدًا، جدًا. أنتِ أنا بتقولي لي باستغرب. مثلًا أنت بتتعصب، أنا ما باتعصبش خالص. الكورة الحاجة الوحيدة اللي ممكن تعصبني. لأ هي دي يعني أنا فعلًا باشجع ليفربول والأهلي جدًا، بس الأهلي الحمد لله يعني نادرًا ما هو أنت هيعصبك. أهلاوي؟ جدًا، بجد؟ جدًا، جدًا. هو مين مش أهلاوي في مصر؟ لأ في أقلية كده. لا، أنت جاي تغلط في لا، لا، الأقلية؟ لا. على فكرة أنا لا ده ولا ده، أنا ما ليش في لا، لا الكورة، باهرّج، باهرّج، ما باهرّج ليش في على راسنا الكورة. الزملكاوية، بس لأ أنا لأ. أهلاوي جدًا، بس لأ ليفربول طب وأصحابنا محمد عفيفي، عمر عفيفي أهلاوية والّا زملكاوية؟ أهلاوية جدًا، بجد والله؟ جدًا، جدًا، يعني أكتر منّي كمان. بجد؟ آه، يعني عشان كده وياب أحمر؟ محمد بالذات. عشان كده وياب لونه أحمر مش عارف بقى أهلاوي، الصدفة والّا لأ وياب بس سبورتس أحمر. آه، بس بس لأ يعني إمباكتن أحمر ومحمد وحيد ما هواش أهلاوي. لأ، محمد وحيد زي حالاتي كده ما لوش في ما الكورة. بيتهيأليش إنه بيشجّع حاجة يعني. لأ أنا زي محمد وحيد ما لأ باشجعش بس حاجة بيتفرّج الصراحة. على كورة على فكرة. بجد؟ هو ما بيتفرّج، بيقولش قدّامي بيتفرّج، تقريبًا بيتفرّج. عشان هو بيحس إن أنا باشوفه ضيّع وقت، لا، فما لا، لأ بيحبش يقول كده بيتفرّج، بس قدّامي لأ يعني. أنا بالنسبة لي يوم السبت ده فيوم السبت نقدر نقول إن هو ده الguilty pleasure بتاعك كورة، بس هي مش guilty. do you feel guilty إن أنت لأ، بتبقى عشان مبسوط؟ أنت عاوز disconnected فاتح تلفزيون مش عاوز تكلم مع حد، أكلة حلوة قدامك، بتتفرج على الماتشات، عاوز تفصل عن أي حد. طيب إيه المسلسل أو الفيلم اللي بتحب تشوفه؟ في كده ساعات آآ بيبقى في فيلم تحب تكرره روكي، تتفرج روكي، روكي من روكي؟ روكي 1 لحد ده الطفولة بقى البريئة ده. أنت آه، عارفة أنا باحب الميوزك عارفة لمّا بتاعته. كان يبقى عندك أيوه طبعًا أنا Eye of the باحب Tiger الميوزك وكده بتاعته طبعًا، طبعًا، جدًا. طبعًا. محمد لأ، بيقعد يتريق عليّا إن محمد بيتريق عليّا إني باحب الميوزك بتاعته. لأ أنا وأنا صغير بقى قبل ماتشات التنس وكده عاوز أحمّس نفسي وأتفرج على هي الماتشات والله دي. فيها energy. أيوه، أنا أيوه، باحبها أيوه. جدًا، ومرّة برضه سمّعته كده piece of music، أصل أنا باحب الmusic أوي، فقال لي: "إيه جو روكي اللي ما كانتش موسيقى روكي، هي أوكي. شبهه يعني." بيقول لي: "إيه جو روكي اللي عمّالة بتسمعه لي في العربية ده؟" بس أنا باحب نوع لا، الموسيقى لا، ده، أنا في كده بيدّيك بيشجعني. حماس معيّن والله مش تبقى بيدّي حماس، ده أنا حقيقي، I feel the same. بس أنا ده عامةً بجد. باشجّع نفسي بالموسيقى. لا، لا، من الأفلام فأنت روكي my لحد favorite. النهارده؟ آه. يبقى ده نوستالجيا، يعني لو مثلًا بتفتكر بقى اللي هو طفولتك، عارفة يوم تبقى عيّان وقاعد في البيت لوحدك ده ممكن أتفرّج على تاخد ال1 2 3 4 آه، هو كان وصل 7؟ وصل بيتهيأ كام؟ لي 7. طب في أغنية بترفع مودك؟ مش حاساكِ ما هتشحتي؟ بتسمعش أغاني يا علي، لأ مش عارفة باسمع، ليه. باسمع، بتسمع؟ باسمع جدًا بس مش مدّيني الانطباع ده. وباسمع مزيكا غريبة كمان، باسمع راي كتير، باسمع مغربي كتير. أنت عارف إن أنا باحبه الراي ده، آه، لذيذ، لذيذ، بس يعني أغاني معيّنة مش كلّه يعني. مش كلّه طبعًا بس غير إن إحنا ما بس بنفهموش أنا ما بافهموش بس عامةً، بس بس باحب the music أسمعه، is good باحب actually. أسمعه، باحب آه. أسمعه. تسمع راي؟ دي جديدة رسمي، تسمع راي. باسمع راي. طب كويس إن أنت بتستثمر في المغرب. لأ طب عدّيت على الجزائر؟ لأ، رُحتها وأنا بالعب تنس actually آه. ورُحت تونس كتير وأنا بالعب تنس برضه. لأ أنت لو راي أنت تركّز في المغرب العربي بقى، بس هو آه، راي mainly أعتقد جزائري جزائري، مش جزائري، مغربي. جزائري، بس هو قصدي باسمع مزيكا مغربي كتير. وهل في المغرب برضه بيسمعوا راي؟ أكيد ما هم مش عارف بقى كلّهم. مسماه اسمه راي والّا هو مزيكا مغربي يعني، بس باحب أكتر من أنا كنت باحب أغاني الشاب خالد وأنا وأنا صغيرة. I جدًا. was very لأ، أنا كنت لحد النهارده طفلة. باحبه جدًا، بتحبه. القديم والجديد وكلّه. وكان في طلع بعده بقى كذا حد لمّا غنوا معاه حتى على المسارح رشيد، وكده، رشيد ومين رشيد تاني فكّرني، في واحد تاني كان صوته رفيع أوي فضل أو كده. فضيل مش فاكر اسمه إيه. ده كان صوته رفيع أوي، آه. دول كانوا لُذاذ أوي. إيه أكتر حاجة بجد بتحبها في شغلك؟ أنت بتحب شغلك باحب شغلي جدًا، أوي، جدًا، ده جدًا، جدًا، حقيقة. جدًا.
وعارفة أكتر حاجة أحبها إن أنا أعيش قصة مع كل شركة. تصدق فعلًا دي أجمل حاجة، عايش بالحلو يعني والوحش، بالمشاكل وبالحاجات الحلوة تحس إنك بتعيش كذا حياة. والحاجة الصغيرة اللي أنت ممكن تبقى أنت شايفها صغيرة جدًا اللي أنت عاملها، هي بتأثّر معاهم هو جدًا، وتشوف يعني قد إيه هو بيappreciate ده. لأ يعني ساعات علاقتك بالشركات أكتر حاجة أنت بتحبها، جدًا أنا كمان باحبها، فأنا فاهماك أوي، وexceptions. ممتعة. يعني عاوز أقول لِك مش مثلًا من 21 شركة 2، 3 كنت أعرفهم ما قبل اهم، الاستثمار. اهم. الباقي ده كله عرفته على مدار بقى إن أنت قعدت مع الشركة وفي منهم النهارده بقوا أصحابي جدًا وقريبين جدًا منّي. أنت قُلت خلاص بيقلبوا family. آه، لأ، وبعدين كمان أنت يعني ساعات كمان بيبقى علاقتك معاه بتبقى بتمُر معاه بالرحلة، فإحساسك أنتم يوم ما اتعرفتوا على بعض كانت الدنيا عاملة إزاي إزاي، والنهارده الدنيا عاملة والنهارده الدنيا إزاي، عاملة قصة إزاي تانية لمّا بتقعدوا خالص. تتكلموا فيها، أنا باحب أوي الحوار ده. لأ، ده أنا هاحكي لِك في لأن أنا شركات. بادخل الحوار ده كتير مع my partners باتبسط. في واحدة من الشركات actually يعني ما دام بنتكلم عادي هي way up. way up. فأول ده round من way up من آه، يعني بصراحة استثمار بالنسبة لي باعتز بيه جدًا. جدًا. وعاوز أقول لِك في حد بقى من الangels خلّي التانيين بالك اللي إحنا حط الاتنين في فلوس. way up كنسلت كل حد في السوق. ده حقيقي ما شاء الله يعني they ما are شاء الله، doing يعني way up طلع وقت ما طلعت في نفس التوقيت ناس كتير حاولت تقلد الe-commerce و وsports وما أعرفش دلوقتي way up is the market leader. number one ما ما شاء شاء الله الله. في بقى حد كان بيقول لي: "هتفتكر الشركة دي" كنا إحنا حاطين لهم زي business plan "هيبيع يعني في الشهر بالرقم الفلاني ده صعب أوي." أيوه أنت كنت قايل لي الحوار ده كان قريب. النهارده الرقم الفلاني اللي هو صعب أوي ده بقى بيتعمل في يومين 3 ما شاء الله يعني. لأ ما شاء الله، فلأ ف أنا way up أنا way up باحبها كمان لإن أنت ساعتها لمّا قُلت لي أنت بعتّ لي كذا pitch كده yes وقُلت أنتِ لي اخترتِ دي بُصّي على specifically دول، فأنا اخترت دي وكانت أغلى واحدة. ده حقيقي. وقُلت لي اشمعنى دي؟ قُلت دي حتى أغلى واحدة يا هايدي، قُلت لك ما أعرفش أنا شايفة فيها حاجة. صح، صح. وبعدين ف قعدتِ مع الfounders بعد كده واقتنعتِ قعدت مع بالbusiness. الfounders، بعد كده لقيت إن أنا مقتنعة بيهم 100% لا، وأنا لأ، مقتنعة أصلًا وعلاقتِك بالbusiness دلوقتي model. قوية جدًا بيهم وبتساعديهم أنا جامد محمد عفيفي، أنا مسمياهم دعافيفيز، أيوه، عمر أيوه، عفيفي أيوه. ومحمد عفيفي وباسمة. وبسمة عفيفي، مسمياهم دعافيفيز. أنا فخورة بيها كمان لإن هي honestly يعني إن هي بدأت فكُلّه حاول عارف لمّا تحس إن في حد بدأ سبق كُلّه وكُلّه حاول بيحاول يعمل زيه وراح هو التاني عدّى ودول ما قدروش يكمّلوا، مع إن اللي ما قدروش يكمّلوا بقى في منهم طلع على التلفزيون، في منهم جاله فرص استثمار صح، كبيرة، بس اللي فضل صامد وما شاء الله بقى هو الmarket leader هو way up. صح. فأنا فخورة بيهم عشان هم في الحتّة لا، لا دي هم الصراحة يعني وده بقى أقول لك على برضه حاجة، رافعين راسي ومبيضين وشّي زي ما لا، ده بيقولوا، يعني حقيقي، ده يعني حقيقي. رافعين راسي إن أنا راهنت عليهم وغيري مستثمرين تانيين راهنوا على حاجة تانية هم تفوّق. الحصان لا، الرابح لا هم ما الحمد شاء لله. الله one of the best أنا وأنت startups المفروض in على مصر. فكرة يعني لأ لا، لا يعني هي على لا هم من الناس اللي عارفة لمّا كنت هو ده باقول لِك هو دي طريقة تفكيري أنا وعلي يا جماعة. لمّا تخش تنام وأنت مستريّح إن أنا هم 100%. دول. لا، لأ، ممكن أقول لك على حاجة، أنا كل الناس اللي داخلة معاهم باقول لو خلّصنا اللي إحنا فيه وهيعملوا حاجة تانية هادخل هاعمل معاهم. معاهم تاني، صح. ما هي ما دي. فيش حد يعني صح، كلّهم صح، باقول صح، أنا صح، هادخل معاهم whatever هادخل معاهم. صح. لو تقدر تعيش يوم واحد مكان شخص، تختار حد؟ يعني بقى حاجات بقى اللي هي خيال، عبثية. عبث، هزي podcasts يعني إحنا دلوقتي بنهزي. يعني مكان 2 يا مكان نادال عشان my favorite tennis player by far. حلو ده. يعني ده تحب تعيش برضه يوم في ده حياتي. عشق. ويعني ده برضه ممكن أسيب أي حاجة عشان أتفرّج على ماتش نادال another وقتها. obsession. أو أبقى مثلًا مكان صلاح في ليفربول يعني حاجة كده يعني. حلو برضه. آه، كورة وتنس. كورة وتنس. الobsession بتاعك يعني. آه، وليفربول كمان صح، أيوه، ده صلاح أيوه، ليفربول is the ليفربول king هناك. هل في what is the latest skill مهارة لسه حاولت تتعلمها وتبقى شاطر فيها؟ في حاجة كده قريب مهارة حاولت تتعلمها؟ لعبة اتعلمتها، أي مهارة، طبخ لأ أنا ضايع. ليك أنا ضايع، أنا متأكدة. ضايع مهارة. بقيت تسوق كويس والّا بس لسه ما بتحبش تسوق؟ باكره السواقة بس دي بالنسبة باسوق لي معقول على صدمة، فكرة مش كارثة بس باكره السواقة. وما بتفكرش إنك تسوق، لأ تغيّر باضطر باسوق ساعات، باسوق على فكرة تقريبًا كل أسبوع لأ مش باسوق. ناوي توصّل حسين لأ الnursery؟ باوصّله ساعات أنت مدخّله أكيد جنب البيت. جنب البيت. آه يعني لو بعيد بقى يبقى الموضوع expected صعب، بس تبقى لو جنب بسنت، البيت تبقى بسنت. لو تختار قوة خارقة تكون إيه؟ أسئلة أسئلة صعبة تبان سهلة بس هي أوي، صعبة صعبة تصدّق؟ جدًا بس هي يعني. مريحة بالنسبة لي عشان باقرا من الكروت. أنا مثلًا لو قوة خارقة عايزة تبقى عندي، إن أنا أقرا أفكار الناس، يعني وهُم بيفكّروا كده أبقى سامعاه في وداني. ماشي. برضه مش وحشة، حلوة جدًا، تبقى سابق كده. وساعات تبقى مخيفة كمان.
اكيد مخيفه طبعا. اه في بس هو العالم ربنا في العالم هتعرف حاجات مش عاوز يعني هيبقى احسن لك ان انت ما انا عرفتها. بحس بيها، بس ببقى عايزه اعرف الديالوج او المونولوج اللي هنا. فكر ايه يا علي. مش عارف. لا حقيقي ما اعرفش. انك تتخفى زي الطاقية الخفية مثلا ولا مثلا انك تكون بتعرف تطير، حاجات من هي كده فيكشنال قوي. على السفر بقى فطير عادي، ما اعرفش يعني. عارف كمان ممكن ايه؟ عارف اللي هو السفر عبر الزمن. او ترجع، دي مش وحشه. اه ترجع في ايرز مختلفه، ده مش تبقى وحش. تتحرك بين الازمنه. طيب ايه الحاجه اللي الناس ممكن يتفاجئوا لما يعرفوها عنك؟ لا اقول لك الحاجه اللي ممكن الناس تتفاجئ بيها، اه على قد ما انا رياضي جدا جدا يعني، بتمرن من 6 ل7 ايام في الاسبوع. نشيط جدا في شغلي. ايوه كسول في اي حاجه تانية. هقول لك على حاجه، عشان انت your work is so mental. يعني مثلا عارفه اللي هو لو عندك مثلا مشوار محتاج تجدد حاجه، محتاج تعمل تطلع ورقه ده بصي هقعد اجل لا لحد بقى ايه؟ لحد ما يبقى امر واقع لازم يبقى حالا، بس انا فهضطر. مضطر اه مزقوق على الموضوع اه بجد والله. اه يعني فنشاطك في شغلك ف ده ملوش علاقه بكسلك في وشغلي حياتك. وفي الرياضه وكده، ناس تحسني ده ديسيبلين رهيب واكتف. بتحب الاجتماعيات؟ اجتماعي يعني تحب تحضر ايفنتس، تحضر مش كتير لان لا انت لو يعني. كسول فارق معايا اصحابي جدا. بتحب اه الكوزي جاذرينجز. بس مش لا يعني اللي مش هو غاوي بخرج كل يوم اجتماعيات. واعمل كل يوم، لا لا في لا. دلوقتي كمان في ترند كده بقى، في كوربريت ايفنتس طول الوقت، والناس ما بروحش بتتعزم كتير. وكل بيحب يروحها. بروحش مش كده تو بروحش كتير. ماتش. بروحش بس في ناس كتير. بتعشق الحاجات دي. لا ما بروحش كتير خالص. انا زي حالاتك. يعني على قد ما اقدر بحاول احافظ، يعني عندي اصحابي اللي قريبين مني، وهو انا برضو محظوظ بيهم جدا، هم مستحمليني جدا، لان هم كلهم بيحطوا مجهود اكتر مني، يعني هم بيحطوا مجهود معايا اكتر ما انا بحط معاهم، ده حقيقي. بس هما الكومفورت اه زون بتاعك آه. وحافظينك. بس يعني ساعات بيبقى عندي حالة كسل، اللي هو انا مش عاوز اعمل حاجة. انا الاسبوع عنيف جدا، انا عاوز السبت ده مش هكلم حد، مش قادر. ما هو ده انا بقوله اللي بيشتغل شغل منتل قوي صح او صح. طول النهار عنده منتل يعني مجهود ذهني ده طول حقيقي. الوقت، حقه يفصل مخه، وبتنعكس ساعات كمان على كسل وحتى الفيزيكال، او ان هو يبقى مش قادر يعمل حاجه، مش ما قادر انا يعمل. بقى في ساعات بوصل للحتة دي. بس برضو. بس انت برضو بتعوضها بالرياضه، انت لا انت ما لسه بقول بتمارس لك ما رياضه. اقدرش، انا اليوم اللي العبش فيه رياضه او ما اتمشاش او كده ده انا بيبقى. حاسه انك بتعتمد على الرياضه كمان في هي بتفضي الكيميكالز اوف ذا المخ. برين. هي لا هي بتفضي اعتقد المخ. بتظبط لك كمان الدوبامين كل حاجه والسيروتونين كل والحاجات دي. 100%. بتظبط 100%. لك الموضوع ده. 100%. آخر حاجة ضحّكتك من قلبك كانت إيه؟ فيلم بقى لا مش فيلم، قديم، هاحكي لك مواقف حقيقية. حلو، آآ بيبقى أحلى أوي لو موقف حقيقي. بإننا كنا بنتكلم عن النادي والانتخابات وكده. إيه؟ احكِ لي. فالناس كل ما باقابل أي حد مثلًا في النادي، أي حد بيحطني في إطار إن أنا تحت السن، مستحيل أكون عضو مجلس إدارة فوق السن، الناس فاهمة إن هو أنا ده كده يا علي، ده طول الوقت أنت عندك المشكلة على دي. طول. آه. طب هاحكي لِك موقف تاني. كنت باعمل يعني هُم interview. بيتعاملوا معاك تحت سِن، فأنت تفكّرهم يا جماعة لأ ده أنا لا يا فوق جماعة أنا السِن. فوق السن، ليه يا علي هو أنت عندك كام سنة؟ على طول بنفس الحتة سِنّك دي. اتعرف خلاص. وهاقول لِك بقى اللي اتضحك أكتر، مرة كنا بنعمل interview لحد، فالتسلسل الطبيعي إنه هيخش حد تحتي، بعدين حد تحتي، بعدين هاخش أنا. في بلتون. آه. فوقتها كنت حتى في asset management لسه، فكنت يعني كمان كنت وقتها أصغر من دلوقتي. كنت طيب. كنت director وقتها. فالمهم for whatever reason التسلسل ده ما مشيش، عشان كان في حد بيخلّص حاجة، فأنا قُلت أخش في الأول مش مشكلة. فالمهم قعدت كانت بنت fresh grad، باتكلم معاها وبنتكلم وبتقول لي أنا باعمل كذا وباعمل كذا، وكنت يعني باتكلم معاها زي على طبيعتي عادي. فبعد لمّا خلّصنا بتقول لي: "يا رب بقى الdirector اللي لمّا أقابله في الآخر يبقى لذيذ زيك." قُلت لها: "إن شاء الله هيبقى لذيذ، أنا ما تقلقيش." الdirector. لأ ما قُلتلهاش. ما قُلتلهاش. وطلعت. المهم بس أنت خبيث برضه يا علي، ده دخل خُبث. بعديها حد والتاني، فهي بقى هي فبتسأل آخر مستنية تشوف حد: الdirector. "أنا هاقابل بقى الdirector." الdirector طبعًا. فقالت: "لأ أنتِ قابلتيه أول واحد." فلمّا دخلت أنت لها تاني سِبتهم هم وشّي يقولوا لها. داخلة بقى ومكسوفة جدًا، "أنا آسفة جدًا." قُلت لها: "لا، لا ما فيش حاجة." بس علي لأ، ده آخر حاجة يا علي، أنا ده حاجة بقى لها لا دي سنين. بقى لها سنين. لأ لأ دلوقتي النادي. النادي ده النهارده. النادي. إيه الخوف اللي قدرت تتغلب عليه؟ الخوف اللي قدرت أتغلب عليه، لأ أنا هاقول لِك حاجة، هو أنا لحد النهارده مع كل investment باعملها بيبقى لسه عندي حتة خوف.
ده طبيعي، ده لازم، ده لازم، ما نبقاش طبيعيين. يعني باخد ديسيجن وبدوس، بس على طول عندي التخوف. الوسواس بقى يخش كده يخوفك من اللي انت ريجاردلس اي حاجه، مهما كنت ببقى متحمس وعايز اخلص دلوقتي حالا، بس بيبقى في حته خوف دايما بتبقى عندك، ومش قادر تلغيها. لا هي لا على لا. طول موجودة. وحاسس ان هي مفيده انها موجوده، هي مفيدة، بتخليك تاخد يعني calculated تراجع risks نفسك مره او كده ريسك اتنين قبل محسوب. ما طب لا، هل في خوف قدرت تتغلب عليه؟ في ناس مثلا بتخاف من الطيارات، في ناس لا لا بتخاف من الارتفاعات. لا 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 لا، ما عنديش حاجه. عامة ما عندكش فوبياز في لا حياتك يعني. الحمد اوكي. لله. لو الطفل اللي جواك يقدر يسألك سؤال واحد دلوقتي هيكون ايه؟ هي على فكرة الأسئلة دي خادعة. الموضوع صعب قوي يا جماعه انتوا. الأسئلة دي خادعة قوي. هي سهلة عليا بس صعبة على يعني الضيف. اول نص من البتاع كان الموضوع سهل وبتكلم عادي، دلوقتي بقى واحده عطلت. لو الطفل اللي جواك يقدر يسألك سؤال واحد دلوقتي هيكون ايه؟ لا ده السؤال ده ملوش اجابه، مش لاقي له سيبك اجابه. منه، ماشي. سيبك منه. هل الطفل علي الطفل كان شايف النجاح بشكل ودلوقتي بقى شايف النجاح بشكل تاني؟ شكل تاني، اكيد، لانه يعني دلوقتي تعريف النجاح بالنسبه لك اختلف عن تعريف او عن فكرتك عن النجاح وانت اصغر من كده؟ متهيألي وانا النجاح بالنسبه لي مش بوزيشن اللي انت فيه او بتدير فلوس كام او وات ايفر، لا. متهيألي اللي بيديني ساتسفاكشن او بحس ان انا ناجح لما بحس ان انا ساعدت حد انه بقى اكشلي نجح. يعني انا كنت جزء من نجاح حاجه. الله، برافو عليك. لا بكلم جد حقيقي، دي بس ده اكتر صح، حاجه، بس دي انت اكتر كده حاجه حصل لك جروث او ديفلوبمنت جامد في دي شخصيتك. اكتر حاجه لا، هي دي بتفرق الحقيقه معايا، على فكره. ان انا احس ان انا ساهمت في نجاح حد. ده هي دي قمه وقتها بحس ان انا المتعه. نجحت اكشلي كشخص. و فانت بالنسبه يعني لك جزء من لما كنت سالني ده، سوري اني قطعتك، بس لا جزء لا. من ان ليه سالتيه مثلا ليه عايز تخش نادي الجزيره مثلا، امم ان انا نفسي اساهم من مثلا انه الرياضه ترجع تاني مثلا قويه جوه النادي مثلا، فور اكزامبل ككونسبت. شركه من الشركات اللي حطيت فلوس فيها انها نجحت حقيقي، مراتي انها اترقت في حاجه وقعدنا ندردش فيها ونتكلم مع بعض فاخد ديسيجن وربنا فده كرمها، يبسطك. بحس جدا. بس عارف ان كده ربنا بيحبك عشان هو اداك الاحساس بمتعه العطاء. وانا بشوف دي اعلى متعه واعلى حاجه ممكن توصلك للسعاده الحقيقيه، انك بتحس ان انت ربنا سببك سبب في مساعده حد او فرقت في حياه حد او حتى نصيحتك فرقت انا ده عند ده حد. بالنسبه لي اكتر دي بتحس ساتسفاكشن انت ناجح، واكتر. انت ساعتها اه ناجح. يعني زمان وانا صغير يبقى بقى اللي هو تبقى بطل جمهوريه، تبقى سيلف بطل بتاع سنترد اكتر. دلوقتي. وخلي بالك هي اندايركت، ما هو هما الاثنين ريليتد شويه يعني، بس انت الاحساس انت بالنسبه لك ان انت ساعدت حد ونجح، انا بالنسبه لي ده اكتر احساس بيديني ساتسفاكشن. وده بس ده برضو لما تيجي تفكري فيها من كارير برسبكتيف بيدل ان انت نجحت انك خدت قرارات صح طبعا. بس انا ببص لها ان انا اكشلي ساهمت في نجاح فلان وفلان وفلان. وان انت في الحته اللي يعني you are serving your purpose، او انت بتحقق الهدف، يعني هدفك في الحياه ربنا سخر لك الطريق اللي يخليك تعمله. صح. فلا يعني انا بشوف دي اعلى متعه بصراحه. الحمد لله. اشوف ده مش في الكروت على فكره. مش في الكروت. بس حلو السؤال. ايه معنى راحه البال بالنسبه لك؟ انا عارفه انت راحه البال عندك مهمه قوي قوي قوي. قوي. حاجه توب priority، وهو ده الصح. المفروض الانسان دايما يبقى عايز باله مرتاح. فايه بالنسبه لك معنى راحه البال؟ روتيني ما يتغيرش. انت ما بتحبش تغيير. انت انا قعدت 11 سنه في ما نفس الشركه. بتعرفش تتأقلم بسهولة على التغييرات في الحياة؟ لا بالعكس، ممكن اتاقلم، يعني لو اتحطيت في موقف وخلاص هو ده هعرف اتاقلم عادي، بالعكس سهل مش صعب. بس احب لو انا عندي روتين معين افضل ماسك فيه. ما عارفه في كتاب اسمه ذا باور اوف هابت؟ عارفاه. ده ملخص حياتي. يعني انت لما قريته لقيت نفسك بتعمل الكلام ده؟ بعمله كأنك بتراجع بتراجع بتكلم نفسك. بجد. انا لما بطلع بره الروتين، يعني الروتين ده بالنسبه لي هي راحه البال. انا هصحى اعمل 1 2 3 4، اخش انام الساعه 10، اصحى الساعه 6، اكل الاكل الفلاني يعني. انت بتاكل نفس الاكل كل يوم؟ تقريبا. اصل انا بعمل كده تقريبا بس بحس ان ده ان انا كده يعني ان انا كده لا يعني في ناس ممكن تشوفني ممله. لا ما هو اكيد يعني في مثلا ناس. بثبت الفطار فتره فما لا اقولهمش في البيت هفطر ايه. انا هفطر لا فقط. انا احنا في الحته دي، يعني انا باكل تقريبا 90% من الوقت نفس الاكل. انا كمان.
هو ده ملل ده والّا إحنا كده أنا طبيعيين بالنسبة والّا لي إيه؟ أنا مش زهقان، أنا بالنسبة لي ده أنا تمام ما بازهقش برضه، وزي يعني الفل. باغيّر كل فترة طويلة، اللي هو مثلًا اللي هو بابقى عايزة ألغي فكرة هو أنا الصبح هافطر إيه، مش عايزة أفكّر، أنا مسستماهم أنا بافطر إيه، والغدا برضه باقعد فترة طويلة آكل نفس الغدا وما اتعشاش عامةً، بس أنا زيك، وباحس اللي أنا هو هل ده ملل مثلًا إن إحنا كده لأ، والّا بنفضّي أنا مخنا لحاجات أنا تانية؟ بالنسبة لي ده قمة في الراحة، إن كل أنا كمان. حاجة لأ، أنا كمان متعة لمّا أطلب الحاجة أنا هافطر ما باقولش هافطر إيه، هم هو system هم system. عارفين ما هو باقول الصينية. لِك هو الروتين ده، أنا بالنسبة لي ده اللي لو هتسأليني راحة البال، إن أنا أفضل ماشي في يعني ما فيش حاجة تكعبل لي الsystem اللي أنا ماشي فيه يعني. وفي حاجة بقى بتعجبني فيكم كمان الرجالة، كان نفسي أكون يعني صراحة في الحتّة دي يعني ربنا خلقني ست فخلاص الحمد لله، اللي هو لو أنا لو أنا مش ست كنت هابقى بالبس نفس اللبس وأكبّر دماغي، بس قرار ما كل يوم بقى اللي هو هتلبسي إيه، أنا قرار طبعًا بصراحة أنا مرهق، بقى يعني بس أنا متهيأ لي أنا extreme برضه، أنا بقى في حتّة بعيدة خالص إيه يعني. نفس هو أصلًا نفس لبسي كُلّه الألوان، شبه بعضه يعني ما هو ما على فكرة يعني أنا شوية كده على ست يعني آه، أريح. آه، خلّي بالك أنا باحس إن في قرارات ناس بتهلك نفسها فيها وفي الآخر هي ما لهاش أي لازمة صح، صح، وما فيش أي return منها على فكرة، ده حقيقي. الحياة ماشية كده، كده يعني. طَب إيه آخر حاجة اشتريتها أونلاين؟ عارف لو قُلت اشتريت من حتّة غير way الway up up ده بجد، لسه جايب كنت حاجات شُفت التهديد؟ في الBlack Friday جِبت كذا حاجة. جِبت من الBlack Friday قُلت بقى أشوف الdiscounts اللي هُم عاملينها دي، رُحت طلعت داخل جايب. بجد أيوه، أيوه، أيوه. طبعًا. آه، أنت عارف إن أنا من غير ما أقول لهم بعد ما دخلت مش قبل، عملت order كبير من way up آه بجد. ما قُلتلهمش أصلًا ولا أي لا، 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 حاجة، أنا على كنت طول عايزة ولا أنا باقول لهم أشوف حاجة، أنا كنت عايزة برضه. أشوف الlogistics وشركة الشحن والحاجة بييجي شكلها إيه أنتِ عارفة الناس كلّها بتتريق عليَّ بسبب شركة الشحن وway up، إن أنت عامل ecosystem لوحدك، أنت ليه؟ مستثمر في شركة الشحن دي، وهنا إحنا هم investor هايلين. إحنا في بوسطة وway up، وبييجي لك الnotification بتاع الorder، بعدين ييجي لك notification بتاع بوسطة المندوب جاي، فكل شوية حد يروح باعت لي طب بما أنت إنك بقى جِبت سيرة بوسطة، أخبارها إيه؟ one of the best if not the best. هي على فكرة أنا شايفاك pro بوسطة طول الوقت، جدًا، جدًا، جدًا. وبرضه ممكن وأخبار تريلا إيه؟ هايلين نفس الكلام. هايلين. لأ أنا محظوظ يعني، سواء تريلا، أريكا، ليتشي، أريكا، الحاجات دي الناس دي دي أنا محظوظ كلّهم بيها. الVC بتاع بلتون، آه، داخل فيهم. محظوظ بيهم جدًا يعني. لأ أنت صراحة عامل cult هايل، ما هم صراحة، هايلين عامل الصراحة. cult هايل. لو مطلوب تستخدم تطبيق واحد بس باقي الشهر، هيكون أنهي تطبيق؟ إيه الapp؟ واحد بس، إمم. إيه Rabbit Rabbit هي دي اللي grocery. عايش عليها؟ آه، أوكي grocery غير كده لأ، مش يعني ممكن بقى تستغنى عن كل السوشيال ميديا، تستغنى عن لا، لا، كل لا، ما فيش fintech الfintech apps أخبارها إيه معاك؟ أنا باقول لِك روتيني تستغنى جدًا، عنها؟ أنا روتيني جدًا، باصحى حتى أوردراتي كل يوم من Rabbit هي نفس الأوردرات، نفس كل حاجة، Rabbit ماشيين كويس ولازم أوي كمان، لازم أبقى متأكد إنه الاحتياجات، وبعدين باجيب الحاجات لسه مضبوطين على آآ الوقت اللي بيوصّلوا فيه على ل20 قد ما دقيقة، يقدروا آه. ف صراحة it's an edge. فمن أكتر الحاجات اللي أنا consistently باستخدمها كل يعني يوم. Rabbit تعيش بيها بس ممكن تستغنى على أي fintech apps تانية؟ غير يعني مش تانية قصدي Rabbit دي grocery لأ يعني ده لو بتسأليني إيه أكتر حاجة باستخدمها، هي لأ، دي تعيش عليها ما ينفعش تستغنى عنها، ما أقدرش. ما ينفعش. فهنعرف من كده إن أنت ما بتنزلش تشتري حاجتك في السوبر ماركت بنفسك، لا، لا، ولا مستحيل الهوا ها؟ ولا الهوا. ولا ما بتستمتع خلاص هو بالمتعة؟ الراجل ادّاك الservice وبيدّيها لك في 20 دقيقة ما بتنزلش خالص سوبر ماركت؟ لا، لا، لأ. على فكرة هي ساعات باخد ابني عشان بيبقى عاوز يلعب، دي قصة تانية. بس كده تحطه في الtrolley وهو يقعد وتزقه، يلعب ويقول لي آه، ويشد في حاجات وكده. ويوقّع حاجات بس أكتر من كده لأ. وبتركبه على الtrolley آه، تحفة. طيب إيه الهواية اللي بتتمنى يكون عندك وقت أكتر ليها؟ تنس. still ها؟ إمم. still وكان بقى لي كتير أوي ما بالعبش، وكتير، كتير يعني، كنت اهم. دخلت على 4، 5 سنين ما بالعبش، ياه! للأسف بس دي آه. مدة طويلة على وبعدين رجعت دلوقتي بالعب، ففي excitement غير طبيعية، فنفسي أثبِّت مثلًا 3، 4 أيام في الأسبوع. كإنك طفل رجع للعبة بتاعته. بالضبط. طب إيه التكنولوجي اللي شايف إنها واخدة أكبر من حجمها؟ عالميًا ومصريًا مثلًا، مش حاسس في حاجة واخدة أكبر من محليًا يعني. حجمها. آآ يعني في sectors كبيرة، بس مش حاجة واخدة أكبر من حجمها، مش عارف. أنا بافكّر على فكرة لمّا باسأل سؤال أنا للضيف أنا باحب أفكّر معاه مش عارفة مخي الحاجة الوحيدة متسيستم. اللي بتعصّبني بس إن أنا ألاقي كل واحد بقى بيعمل لي أي app دلوقتي يكتب .ai، أنا باستخدم AI، أنا حاسس باعمل إنها abused شوية abuse كلمة شوية الAI؟ أنا باشوف كده كمان. وأنا باشوف إن الAI برضه على فكرة هو الناس حاطاه في حتّة
لو انت ما هتخلي الاي اي هو اللي بيفكر لك وياخد لك قراراتك، انت كده بتستخدمه غلط. انا بشوفه اتس تول، اتس تول زيه زي اي تول. لا عمرك ما هتستغنى عن مخك يعني، بس اتس تول انا على فكره عايزه definitely. اضحك، انا ولادي بيسالوه اسئله بيقعد يجاوب، بيقعد يفكر فيها، اوكي. يحبوا يعسفوه يعني، يحبوا يعصلجوه. انا بتبسط يعني لما يقولوا لي احنا سالنا كده والاي اي قعد ربع ساعه على بال ما جاوبنا، انا بتبسط. انا مخ ولادي شغال، انا مش عايزه مخهم يقف ويفضلوا معتمدين على الاي اي. فلا يعني فيري وبيبو في الاي اي بيحبوا يغلسوا عليه، شوفوا اخره ايه يعني. فده سهل. ده ايه الحاجه اللي بتصرف عليها معظم فلوسك؟ ايه السؤال الغريب ده؟ لا في معيش اجابه. هو ولا مش عايز تقول؟ لا 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 بصرف. ليه يا علي؟ ما هي باينه بتصرف عليها معظم فلوسك. لو الاجابه استثمار، في الحلقه. انت قصدك استثمار يعني ولا ايه؟ بتهيألي apparently. لا بس ده مش بصرف، انا بستثمر. انا بالنسبه لي ده مش صرف. حلو ده، حلو يعني ده مش اكسبنس، فاهم قصدي؟ بس لو ايه الاكسبنس اللي بيطلع منك اكتر حاجه بتصرف عليك تاني سفر. انت بتحب السفر قوي، انت بتحب السفر جدا. سفر. طيب احنا كده حاسه ان انا تعبتك. لا انا زي الفل بجد ولذيذه وخفيفه والموضوع لذيذ جدا. والله انت عايزه اقول لك ثانك يو سو ماتش يا علي، والوقت عدى معاك بسرعه. لا ميرسي ليكي بجد. وحسيت ان انا يعني انا قاعده مع اخويا لا ومش شرف بس ليا، بس ده شريكي. حقيقي والله ثانك يو سو لا ماتش. انا يعني عاوز اقول لك من كتر ما الموضوع سهل انا حاسس ان انا قاعد يعني كاننا كنا بندردش في حته يعني مش. ما انا حابه يبقى حلقة الجو كده يعني كاننا قاعدين بره بنتكلم في حته. فضل بس ان احنا كنا بقى نتكلم في شغل، بس مش هينفع نتكلم في البودكاست صح نبدا صح نتكلم بقى على شركه ولا نتكلم صح على صح. بس لا انت نورتني وشرفتني، وانا فعلا يعني بقول انت مثل اعلى يحتذى ربنا بيه يخليك. لكل Thank you. الشباب المصري والعربي وفي Thank you العالم يا كمان. عايدي. قلت انت من الناس القليله قوي اللي ممكن اخد رايهم لو هدخل استثمر في شركه. فانت نفسي يعني الناس تقرب، كان اللي بسطني في الحلقه الناس تقرب منك، تعرفك كانسان، مش علي مختار بقى فوربس لا بينزل على الفوربس التصنيف احسن لا فينتشر كابيتالست. لا علي كانسان عامل ازاي. لا thank you. وان انا انبسطت جدا معاكي والله بجد. بجد والله والله انا العظيم. انبسطت اكتر يا علي لا والله جدا يعني مش جدا مصدقه ان يعني. احنا عملناها لا اخيرا. thank you. بجد ثانك يو Thank سو you. ماتش فور كومينج، انت لا شرفتني وثانك يو ليكي والله على ونورتني. الفرصه دي بجد، انبسطت جدا جدا جدا. في اي سؤال ما اتسالتوش بليز؟ لا خالص بالعكس، شوف انتي بس. لا ما افتكرش يعني. حاسه ان انا حلوة. عايزه القعده تفضل قاعده، والشباب والولاد يقعدوا يتفرجوا ويسمعوا، والبنات طبعا قبل الولاد يعني والله لا هو يسمعوها. الوقت جري كمان. الحمد جريت لله الحمد لله. جريت. انت شرفتني ثانك يو. ونورتني، وبجد دايما بتمنى لك التوفيق، ودايما من شراكه لشراكه ان مع شاء الله بعض لسه اللي بليز جاي ان شاء من نجاح الله. لنجاح ان شاء الله. يا رب امين. Thank وانا you. مبسوطه النهارده بعلي مختار، هو شرفني ونورني، ويا رب تكون الحلقه مفيده لاي حد بيفكر يستثمر او عايز يدخل مجال الانفستمنت بانكينج. وثانك يو يا Thank you علي، ليكي. Thank you نورتني عايدي. بجد. Thank you عايدي بجد.